معنا مبدئيا عايزين نشكر ال 145 واحد اللي لسه معانا في السيشن دي. والله بس علشان نرجع ونلحق نستغل الوقت، لو هم لسه موجودين اعملوا ايموجيز علشان نعرف ان انتم موجودين ونبدأ نكمل. برضو يا عمرو احنا عايزين يعني مش يعني احنا كنا حابين نتكلم في حاجات كتير امم يعني توبيك واسع شوية او في تفاصيل كتير. عشان كده احنا هنجري خدنا بقى. شوية وقت، فالكام هنجري. سلايد اللي جاية هنجري حبة بحيث ان احنا ندي برضو وقت للكيو ان اي في الاخر. تمام، يلا بينا. ماشي. بسم الله. ماشي. الحمد لله طلعت شغالة. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا في الكور سكيلز بتاعت الديزاينر. الحاجة بقى المهمة اللي ممكن تفيد الناس اللي هي اكتر شغالة اوريدي في المجال. اي شركة او اي ديزاين تيم، لو هم بقى في 3 4 5 6 ايا كان العدد، حتى كان في حد بيسأل لو هم اتنين، لازم تبقى فاهم ان ما ينفعش ان كلنا نشتغل على نفس الحاجه. يعني ما ينفعش كلنا نبقى بنشتغل بنفس الطريقه بنفس المايند سيت. وهنا ده بيوريك ان هنا في 4 اختلافات او 4 لايرز للديزاين تيم. في ناس بتشتغل على مستوى السيرفيس، في ناس بتشتغل على مستوى ستراكشر، في ناس بتشتغل على مستوى استراتيجي، في ناس بتشتغل على مستوى البيج بيكتشر. وهنا دي بنسبهم. فانت دايما عايز تيم فانكشنال بيعرف يطلع شغل، فدايما عايز ناس كتير قوي في الاريا بتاعه السيرفيس والاستراكشر. ده قلت تقريبا اولموست 80% من تكوين التيم بيبقى في الاريا دي. الناس التانية دي هي الناس اللي بتفكر في الفيجن وبتفكر في استراتيجيز وبتحط الميثودولوجي بتاعت الابروتش بتاع الديزاين في الشركه دي المفروض يبقى عامل ازاي. فلازم نبقى كلنا فاهمين، علشان ياما سمعتها وياما حصلت من ناس بتعاني ان الشركه دي مش فاهمه حاجه، الشركه دي هم اللي ماشيين غلط، انا المفروض اقول لهم مش عارف ايه. يا معلم، انت لسه في السيرفيس او انت شغال في ستراكشر، ما تبصش بقى البيج بيكتشر. لو فوقيك مدير سيبه هو يعمل الاستراتيجي والبيج بيكتشر. لكن لو كل ديزاينر بيشغل دماغه باللاير دي كلها، دايما هتفضل قاعد في تعاسه. يعني دايما هتحس ان انت تعيس، مش هتعرف ان انت تبقى مبسوط في المكان اللي انت فيه. صح. فدي برضو حته مهمه، ان انت تعرف انت فين من المجال او فين من التيم، وتعرف بقى ايه تركز في الحته اللي انت فيها. وتعرف ان انت لما هتكبر او يعني لما هتتغير، ممكن مش شرط تكبر، ممكن يبقى عندك سكيل معينه تشغلك في الاستراتيجي ملهاش علاقه بكبير وصغير. صح. ممكن يبقى اوريدي عندك سكيل شاطر، مثلا بتعرف تفيجواليز كونسبتس بسرعه، فرحت اشتغلت مثلا مع حد بيعمل برودكت مانجر بيعمل شغل استراتيجي ايا كان. فاتمنى ان برضو الحته دي واضحه، عشان ما يبقاش حد فاكر ان احنا لازم كلنا نشتغل على نفس الحاجه، لازم كلنا نبقى بنعمل نفس الحاجه، يعني مش شرط. قولي لي بقى صفصف لو انت عايز تقولي حاجه، عشان انا هبدا اجري في السلايدز دي. لا لا لو عايز تضيفي اي اكيد. حاجه. لا مفيش اضافة. لا انا ماشي. تمام. انا السلايد دي يعني انا بالنسبه لي شايفها من احد السلايدز المهمه برضو. وبتفرق في طبعا ستراكشر الشركه وبتفرق في كل حاجه، بس ككارير عامه في اليو اكس مهم قوي تبقى عارف التدرج الوظيفي. التدرج الوظيفي هنا ليتس سي انت بادئ انترن، ممكن تبقى جونيور او ممكن تبقى بادئ جونيور على طول، بعد كده بتقعد فتره تبقى اسمك يو اكس ديزاينر، بس بعد كده بتتحول الى سينيور يو اكس ديزاينر. التايتلز دي كلها بتختلف بقى، ممكن يبقى في برودكت ديزاينر، ممكن يبقى في يو اي ديزاينر، ممكن يبقى ايا كان المسميات دي بتختلف من حسب شركه لشركه. بس في الاخر ده كله على بعضه بقى بيتقال عليه بالبلدي كده individual contributor. individual contributor ده يعني راجل بيشارك بمجهوده الفردي. في الشركات بره مصر، وده مش موجود قوي في مصر للاسف، بس الشركات اللي بره مصر بيقدموا دايما تراكين. تراك لحد بيبقى individual contributor وبعد كده بيتحول الى expert، او individual contributor وبيتحول الى manager. والفرق ما بينهم هنا ان الاكسبرت بيتحول الى ان هو بقى زي ما صفصف قالت كده، ان هو سبجكت ماتر اكسبرت، هو خبير في الحته دي قوي. ساعتها بيبقى جزء من الليدرشيب تيم. ادي الحته اللي فوق دي كلها هي دي الليدرشيب تيم، بتتكون من الاثنين. ممكن يبقى التايتل بتاعه برنسبل، ممكن يبقى كريتيف دايركتور، في مسميات كتيره برضو بتتسمى للاريا دي، مش شرط يبقى في اسم معين. الفرق ما بينه وما بين الاكسبرت والمانجر بقى في التدرج، الحته اللي في الليدرشيب نفسها، ان الاكسبرت ما بيعملش حاجه اسمها بيبل مانجمنت، يعني اداره البني ادمين، اداره الاشخاص، اداره الديزاين تيم. يعني هو بيدير استراتيجي، بيبقى على ليفل استراتيجي، بس مش دايما بيبقى او ما عندوش الصلاحيات ان هو يدير اشخاص. الديزاين مانجر هو اللي بيبقى عنده بيبل مانجمنت، اللي هو ينفع يدير الاشخاص، يهتم بقى بمشاكلك ويقعد يسمع مشاكلك وحواديتك ومش عارفه ايه. للاسف ان حاليا في مصر هو كله شغال في تراك واحد. انت بعد السينيور يو اكس ديزاينر بتتحول الى ليد او تبقى مانجر اند سو اون، ما بتكملش. او اغلب اللي مشهور دلوقتي ان كل بيوصل للسينيور يو اكس ديزاينر ويقعد يعافر 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 لحد ما ايه، يهرب بقى دبي، سعوديه، اوروبا، ايا كان. فدي برضو حته مهمه ان انت تعمل تبقى فاهم الاثنين. ايه.
يعني في مصر شركات بتخليك تعمل الاثنين، يعني انت ديزاين ليدرشيب، انت كله بقى مانجر انت هتعمل كله. هو ما يعني ساعات ما بيبقاش عنده البادجت او اللوكجري ان هو يبقى عنده التو تراكس، او هو دي النيدز بتاعته، انا عايز حد هو جوكر يعرف يعمل الاثنين. الحته دي مهمه، بس من وجهه نظري في حاجه واحده، ان الناس تبقى فاهمه التدرج الوظيفي المفروض يبقى عامل ازاي، والناس تبقى فاهمه ان انت مش شرط تبقى مدير. علشان في ناس اكشلي او في ديزاينرز كتير انا برضه بشتغل معاهم ما بيحبوش اصلا اداره البني ادمين، هو مش عايز يقعد يسمع مشاكل الاخرين، انا مش مهتم، انا عايز اعمل كونسبتس، انا عايز اشتغل على حاجات اكبر، لكن انا الجو بتاع ان انا اقعد اسمع الناس ده انا مش مهتم بيه. في ناس بتبقى هي دي المنتاليتي بتاعتها، وفي ناس تانية هي المنتاليتي بتاعته لا انا بحب بقى الناس، انا عايز اصلا ابقى الثيرابيست بتاعهم، انا عايز اقعد لا اسمع بس هو مش مشاكلهم. بس الثيرابي يا عمرو انت استنى هنا. هو الموضوع مش بس بتقعد تسمع مشاكلهم، انت بتمانج لا زي يعني قصدي يعني لا انا عشان بس بس يعني احنا في معانا جونيورز فممكن يفهموا غلط. لا مش القصد ان هي يعني ان المانجر بيسمع مشاكل بس القصد ان هي في الاخر هو بيبل، واحد بيبقى بيبل اورينتد والتاني بيبقى اكشلي تاسك اورينتد، يعني ده واحد مركز في الاشخاص اكتر، مهتم اكتر بالاشخاص، مهتم ينميهم، مهتم يطورهم، مهتم يسمع مشاكلهم، مهتم يدافع عن حقوقهم، ده بيبقى هي دي شخصية المدير. لكن مش شرط ان ده يبقى عند كل الناس، عشان بس نبقى فاهمين، صح لو صح. حد ميدير في السيشن دي او سينيور مش شرط تبقى مدير، دي مش حاجه، ما لو انت حابب المجال قوي وبتحب بقى فيجما، يعني بتنام تحلم بكومبوننتس وفاريشنز وبتاع، لا تمام ممكن تكمل اكسبرت عادي، مش شرط يعني. صح صح. وعشان يعني برضو لو حد هو بيبروجرس عموما، اسمول تيب كده للناس اللي لسه صغيره، او يعني هي لسه ايرلي في المجال، ما تهتمش بالتايتلز، ده رايي يعني. تشغلش دماغك بقى سينيور مش عارف ايه، انا رايح على ده بلح بالذات في مصر يعني. لحد ما انت تبقى واثق ان انت يو هاف ذا سكيلز وبتعرف تعمل الشغلانه صح، ساعتها بقى اللي هو انا هبتدي ان انا رايح عشان تايتل وفلوس مثلا يعني، او ان انا ابتدي بقى ادور على شركه مثلا بره اند سو اون. حته المانجر والليد او التكنيكال ليد او اكسبرت ومانجر، دور المانجر مش محصور بس في ان هو يعرف مشاكل الناس والتيم ويحلها. هو بيفاسيليتيت الدنيا، هو شغلته نمره واحد ان هو يفاسيليتيت للتيم بتاعه ان ما حدش فيهم يبقى بلوكت، وكل الناس شغاله ومية مية وكل واحد عارف يأدي شغله صح، دي وظيفته. بس في تحتيها حاجات تانية بقى، هو الكارير بروجريشن هم بتاعهم اصلا. هم اكشلي شغالين كمان في الشركه في 20% اللي فوق دول، هم دول اصلا بيبقى هم دول اللي شغالين في الحته اللي فوق. يعني هو شايف البيج بيكتشر برضه. بس يعني الجروث بتاع التيم هيبقى عامل ازاي، التريننج بتاعهم لو محتاج، الكلام ده كله، هايرنج بقى، بيرفورمانس ريفيو، فبيبقى في شويه حاجات كده اداريه يعني. ايا كان انت فين، اعرف هي كل حاجه هي جواها ايه، وهل ده هينفع معاك ولا لا، وخد الديسيجن يعني. الموضوع بيبقى محتاج شويه تفكير عشان تعرف انت اصلا هتعرف تقوم بالرول ده ولا لا. طب احنا يعني عرفنا دلوقتي كده الكارير اللادر ده ماشي ازاي، او هو هايبوثيتيكلي المفروض يبقى ماشي ازاي، لان احنا في مصر الوضع شويه مختلف. ايه اللي محتاجين نعمله بقى، يعني لو انا جونيور عايزه ابقى سينيور اعمل ايه؟ الحته دي عندك مخصوص انا حاططها علشان خاطر انا عارف ان في اشخاص برضو ميديرز وفي ممكن يبقى سينيورز كمان في المكالمه، وحاسس بقى ان الحته دي هنا وهي كمان فيها جزء للجونيورز. الفلوس ملهاش دعوه بالتايتل، لازم نفصل الاثنين، يعني كمنتاليتي. حتى لو انت في مصر بتتعامل على ان التايتل ايكوال فلوس، ما تعملش كده في نفسك، ما تفضلش تسعى على التايتلز، علشان هتسعى كتير قوي على التايتلز وتحاول تكبر، طب خلاص يا عم كبرت بقيت في 4 سنين مدير، يعني واتس نيكست، ما انت خلاص شطبت المجال، بقيت ما مانجر، بقيت في بي ديزاين. ما تقفلهاش على نفسك بدري. ده رأيي. هتحتاج يعني لو انت بقى حلمك عايز تسافر مثلا، واحد عايز تسافر يا حبيبي بقى روح قدم بره، هتبقى انت بقى حاسس ان ايه ده انتوا ازاي، ده انا جاي لكم في بي اوف ديزاين، او ده انا جاي ديزاين مانجر، وهم هياخدوك اصلا ميدير عادي، هينزلوك تحت تماما، فبتحس ايه ده انتوا ازاي بتقللوا مني كده، ده انا كنت مدير في بلدي. وهنا الفرق ما بين المانجمنت والانديفيدوال الاي سي الانديفيدوال كونتريبيوتور ده فرق كبير قوي، يعني بيفرق فرق كبير قوي 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 قوي.
فيعني ككل حاجه، كتكنيكاليتيز، كهاند كرافت اللي هو يعني الحرفه نفسها في ايدك. يعني انا واحد ابقى مدير خلاص ما بقاش بديزاين قوي، فبتلاقي بقى ان انت اهتماماتك بتروح في حتت تانية زي ما قلنا زي بيرفورمانس وحاجات تانية، فبينتهي بيك الحال ان انت بتصدي من الاخر، هتفتح فيجما هتلاقي نفسك مش جامد قوي زي ما كنت زمان، بس انت بقيت اجمد في حاجات تانية علشان تحولت الى مانجر. فده برضو ايه، حته تانية كده مش هنتكلم فيها دلوقتي عشان ده برضو تايتل مانجمنت يعني. توبيك لوحده. بس بس يعني يعني احنا ما تحرقش نفسك بدري. مش ما تحرقش نفسك بدري وما تسعاش على التايتلز بدري على قد ما تقدر، وحاول تفصل ان ده يعني ده ملوش علاقه بالفلوس. حتى لو الشركات في مصر بتعاملك على كده، خد الفلوس بس دونت يعني امبليفاي يور لينكد ان، عشان انا بشوف ناس يعني 3 years experience وبرودكت ديزاين ليد يعني خدتهم امتى، ورحت عديت بقى على الانترن والجونيور والميديور والسينيور وعملت كل ده امتى؟ يعني عملتهم امتى في ال3 سنين؟ مش بس فيعني حاول تاخد عديت كل حاجه على حقها. مش بس عديت على التايتلز اللي في النص امتى، انت اشتغلت يعني في كام برودكت قبل كده؟ ما هو برضو يعني او في ال3 سنين دول اشتغلت على ايه وعملت ايه يعني برضو what you have done ده بيبلاي important role، وده كمان برضو حاجة من الحاجات اللي انت هتتسأل عليها في انترفيو يعني. وبعدين في حاجه تانية من وجهه نظري، ان كده كده الطريق بقى اللي الناس كلها بتساله طب انا دلوقتي اعرف منين ان انا سينيور او ازاي اصلا ابقى سينيور؟ هنرجع تاني لنفس الحته اللي احنا اتكلمنا فيها، كور سكيلز ونون تكنيكال سكيلز. مهما كنت تنين في الكور سكيلز، كده كده النون تكنيكال سكيلز هي اللي بتوديك من الديزاينر للسينيور. هي دي الماتيوريتي اوف دماغك، الماتيوريتي اوف يور اتيتيود، انت الاتيتيود بتاعك بقى عامل ازاي. فهتركز على الحاجات بقى زي ما بنتكلم، ادابتابيلتي، كولابوريشن، اكاونتابيلتي، ستوري تيلينج، هتقعد بقى تشوف الحاجات دي كلها. دي الحاجات اكشلي اللي بتخليك تروح من ديزاينر لسينيور، لكن مش ان انت تبقى اجمد في الفيجوال ديزاين، ولا ان انت تبقى بتعمل ريسيرش اكتر، او ان انت بقيت عندك ريسيرش وانيميشن وموشن. مش هو ده يعني ان انت تجرو وايد في اليو اكس، مش شرط ان هو ده اللي هيخليك سينيور. هو اللي بيخليك سينيور اكشلي هي الاتيتيود. دي مهمه جدا جدا، علشان في ناس كتيره جدا بيفوت عليها مرحله الاتيتيود دي، اللي هو يعني تمام انا كده كده الشركات اللي حواليا اي قيمتني قيمه عاليه قوي، فمش مهم بقى الناس التانية، انا كده كده جامد. فدي برضو ليها علاقه بالهامبلنس، يعني ان انت تبقى متواضع. في بوينت تانية برضو، يعني عموما برضو في الشغل او هو الجوب ماركت برضو في ديماند وسبلاي، ففي فاكتورز تانية كتير هي ملهاش علاقة بالمجال. الناس في سكارسيتي مثلا او ندرة في تالنتس معينة، فالشركات مضطرة ان هي تدفع اكتر عشان خاطر تهاير حد، يعني لان هي محتاجة حد ومحتاجة حد يخلص لها الشغل اللي عندها، فهتجيب حد ممكن يبقى هو اوفر بايد وانت واخد سالري ومبسوط وشايف ان انت لا انا باخد كذا يبقى انا سينيور، انا كده جامد. فلا، هو في فاكتورز تانية في موضوع الفلوس، فعشان كده البوينت اللي عمرو قالها في الاول، افصل التايتل والفلوس عن القصة بتاعت انا فين من الكارير لادر او السكيلز اللي المفروض تبقى عندي از ديزاينر. ففرق ما بين الحتتين دول. وكان في حد اتكلم، يعني هو فعلا الموضوع بيتيك a lot of self awareness، ان انت تبقى عارف where I stand وتبقى honest مع نفسك في البوينت دي جدا، عشان تبقى ما تبقاش بتظلم نفسك وتحرق نفسك بدري، وبعد كده تبقى عايز تجرو وتلاقي نفسك ان انت وقفت ومش عارف تروح فين بعد كده. سليم. تمام. انا اتخضيت. لا يعني ماشي بشجع انا بس عشان ماشي نروح لشويه الحاجات المهمه. يعني ماشي، الناس كلها نروح بتقعد بقى تسال نتعلم ازاي، نبدا منين، نعمل مش عارف ايه، وبنشوف السؤال ده موجود في كل الجروبس. فالنهارده دايما بيحصل نفس الحاجه، البدايه دايما بيبقى عباره عن كارير ديسكفري، انا عايز ابدا الكارير ده. فبيحصل ايه، انا من وجهه نظري والله خدت بقى يعني جوجل، خدت ITI، خدت XYZ، مش فارقه، دي كلها كورسات فاونديشن، كلها هتعلمك البيزكس. فدي مهمه قوي ان انت تبقى عارف ان انت من بعديها انت اتعلمت بس اسينشالز، اتعلمت البدائيات، ما عملتش حاجه تانية. فدول فيهم اوبشن كتير، الاونلاين والاوفلاين. طبعا جوجل سيرتيفيكت يعني مشهوره وفيها انا شايفها فيها تفاصيل كتير، بس هي اجان بتشرح البيرفكت سيناريو قوي. البيرفكت سيناريو ده مش موجود في اي حته، ودي اغلب مشكله الكارير ديسكفري هنا، ان
الكارير ديسكفري مفصول تماما عن ارض الواقع. يعني هو بيديك البيرفكت يو اكس سيناريو، بس البيرفكت يو اكس سيناريو ده مش موجود. يعني مش هتلاقيه اصلا في ولا شركه. يعني كل شركه طريقه الشغل فيها مختلفه، الوضع بتاع الشركه نفسه مختلف، البرودكت مختلف. عمرك ما هتلاقي الاريحيه بتاعت ان انت تعمل الحاجات الجميله اللي انت بتشوفها في البورتفوليوز او في البوت كامبس دي. والمشكله دي مش موجوده في مصر بس، دي المشكله دي موجوده برضو يعني جلوبالي. الناس اللي كل بتبدا حته. كارير وبتعمل بوت كامبس نفس المشكله، بياخدوا نفس الحوار، بياخدوا تاسكايه وهميه، بيشتغلوا عليها ان هي حاجه بيرفكت، بس في الاخر هو بادئ حاجه فروم سكراتش. وان اغلب الشركات اللي انت بتشتغل فيها هو برودكت اصلا اوريدي استابليشد، مش حاجه فروم سكراتش. فيعني في تفاصيل كتيره في الحته دي، بس الفكره ان هنا ده بدايه الديسكفري. طب اعمل ايه بعد الديسكفري بقى؟ هنشتغل وهنطور نفسنا وبتاع. لو لقينا بقى شغل محتاج هنا تطور بقى الحاجه اللي انت قوه، نقطه القوه. لو احنا بنتكلم على الفيجوال سكيل مثلا، هتركز بقى في الفيجوال سكيل بتاعتك. او المفروض بقى اللي يحصل ان انت تبدا تبراكتس حتى لو انت ما فيش شغل، محتاج تبراكتس. لو ما فيش حتى شغلانه، محتاج تبطل تستخدم التمبلتس بتاعت البورتفوليو. تمبلتس البورتفوليو دي اقسم بالله سبب رفض اغلب الناس اللي موجوده. يعني اغلب الناس اللي بتقدم بسبب ان هم ماشيين على قالب، هو قالب واحد، احنا هنعمل كذا هنعمل كذا هنعمل كذا هنعمل كذا. عملته ليه؟ فين القصه؟ فين الحدوته؟ فين الفاليو؟ مفيش، ما بيظهرش. فده طبيعي ان انت بتحس لا انا مش عايز واحد حافظ، انا عايز حد يعرف يبقى فاهم. فاجان نفس الحاجات دي مهمه جدا بالنسبه لي، ان البراكتس برضو في الفيجوال ديزاين، في الحاجات دي هي دي اللي بتطورك حتى لو انت بتعملها بيرسونال اون ذا سايد. يعني ما هو انت في الاخر يعني تخيل كده ان انت واحد عايز يروح يعمل عضلات، فقرر ان هو هيروح الجيم، بس هو راح الجيم مره واحده بس، هو متخيل ان هي العضلات المفروض تطلع له مره واحده، بس هو اكشلي لازم يروح كل يوم. هو نفس الحوار، انت لازم تتمرن كل يوم على السكيل بتاعتك. ما ينفعش برضه تسيبها مريحه، خصوصا في الاول في البدايات. ممكن بعد كده يبقى الموضوع مختلف، بس في البدايات محتاج قوي الموضوع ده. ليتر اون بقى في المرحله الثالثه بالنسبه لي، اللي هي إنه يعني خلاص اشتغلنا بقى وبقى في شغل، وايه اللي انت المفروض تعمله من وجهه نظري واللي انا لحد النهارده بعمله، ودي انا شايف ان هي يعني نيفر اندنج جورني، هي ما بتخلصش. هي ان انت دايما في دايركت اكسبيرينس بتتعلم من المواقف اللي بتحصل لك، وفي دايما ان دايركت اكسبيرينس دي بتاخدها من منتور، بتاخدها من واحد صاحبك، بتاخدها من الناس اللي حواليك في الشغل ان عدوا بمواقف مختلفه او كان عندهم سيتويشنز مختلفه مع البرودكت بتاعهم. فمهم قوي برضو ان انت تعرف ازاي تاخد الاندايركت اكسبيرينس. لان في ناس كتيره بتبقى فاهمه اللي هو المنتور ده انا هكلمه اساله بقى ما هو اليو اكس. طب يا معلم، ما هو يعني ما تخش تسال جوجل، يعني ما هو انت استفدت ايه؟ انت جاي لي عشان خبرتي، مش جاي لي عشان تقول لي تسالني في البيزكس. فهي دي الفكره، ان انت هنا تبدا تتعلم ازاي تاخد الدايركت وازاي تاخد الاندايركت. مهم قوي برضو ان انت تعرف ازاي تعمل الحاجه دي كطرق تعليم. فدي من وجهه نظري دي طرق التعليم. صفصف بقى، انت ممكن تضيف لنا اكيد هنا. لا انا هضيف حاجتين بس. حته براكتس وميك ميستيكس وريبيت. نيفر، يعني ما تخافش ابدا ان انت تعمل ميستيكس. عمرك ما هتتعلم لو ما غلطتش. دي حاجه برضو رول ان لايف، صح. اكيد احنا عارفينها. بس يعني ابلاي ده بقى في الكارير والشغل والكلام ده. فدي حاجة مهمة ان انت تبقى اوير ليها، ان انت اخطائك مش معناها ان انت فشلت. انت فعلا، ومش بقول لك الكلام ده تنمية بشرية والله، هو فعلا ده من الخبرة. هو الغلطات اللي انا عملتها هي اللي خلتني اجرو واتعلم وادور على الصح فين. يعني انت لو ما غلطتش انت مش هتعرف ان انت عندك مشكلة او نقص في حاجة. فدي حاجة مهمة. وبرضو في الدايركت والاندايركت اكسبيرينس، خلي يعني هو عامة كل الاكسبيرينسز اللي انت بتعدي بيها في الحياة هي بتبقى يعني بشكل او باخر ريليفنت للشغل اللي انت بتعمله. انا في وقت من الاوقات كان مثلا انا درست، انا خريجة تجارة اكاونتنج. ما اشتغلتش، اشتغلت بريفلي قوي في المجال ده، وبعد كده اي شيفتد. تمام. في ناس كتير هم بيشوفوا ان ده irrelevant تماما للي انا عملته يعني. بس انا في لقطات كتير قوي في شغلي، لا انا الحاجات اللي درستها بتاعت بزنس وماركتنج انا كنت بابلايد في الويب سايت ديزاين. الكوميونيكيشن سكيلز والحاجات بتاعت البيزنس نيجوشيشن والماركت استراتيجي والماركت ستاديز والبنش ماركينج والكلام ده كله ما احنا بنعمله في الريسيرش. فهو ما فيش حاجه هي completely irrelevant. غالبا هتلاقي حاجه حتى ولو تنتوفه صغيره كده هي هتادب
للتوتال اكسبيرينس او الليرنينج بروسيس اللي انت بتعدي بيها. فبرضه pay attention للسيتويشنز دي او للحاجات اللي انت ممكن تكون هي خبرة عندك او هي باك جراوند موجودة عندك بس انت مش بتمنشن. يعني انا في وقت من الاوقات اشتغلت في ريتيل اندستري بس ما فادتنيش غير بعد كده لما جيت اديزاين حاجة في الريتيل. والتانية دي كانت حاجة اوفلاين ملهاش اي علاقة بالموضوع. دلوقتي انا شغالة في فينتك كومباني واول جزء كنت شغالة فيه كان الويلث مانجمنت. بلاش تفاصيل بلاش تفاصيل. ما علينا يعني، بس عادي ما هي يعني معروفة. بس اللي انا درسته برضو في الكلية كان ريليفنت بشكل كبير وسهل عليا حاجات كتير ان انا افهم الاندستري terms مثلا، او هو يعني ايه اصلا investment، يعني ايه بورتفوليو، يعني ايه مانجر حد بيمانج اكاونتس في بنك، ازاي اتعامل مع بنك. يعني هو لا يعني، والكلام ده انا عملته من سنين، بس هو وقت ما جيت اتحطيت في السيتويشن ان انا محتاجه اعمل ده في كونتكست تاني، الاكسبيرينسز اللي انا خدتها قبل كده بقت بترجع لي برضو، بستفيد منها وبطبق منها يعني. عظمه على عظمه اقسم بالله. كروس اوفر سكيلز، صح. لا انت اللي عظمه. شكرا شكرا. بس اعتقد ان احنا البوينت بتاع الشيفتنج الكارير دي في ناس هنا هم اصلا they are considering دلوقتي shifting كارير من حاجه انا لحاجه. عايز اقول يعني بس انا حاطط السلايد دي just for one reason. ايه؟ ان انت مش لوحدك يا معلم او يا معلمه، يعني whoever بيحاول يعمل شيفت كارير احنا كلنا عملنا كده. ولازم تبقى فاهم ان يعني في مصر ويمكن في العالم كمان الناس اللي بتدرس يو اكس عددهم قليل، لان اصلا جامعات قليله جدا اللي بتعلمها. يعني انت في مصر مفيش تقريبا غير الجي سي هي اللي بتعلم الانتراكشن ديزاين، بس بره الجي سي مفيش حاجه تانية كتعليم جامعي. فانت كده كده يعني هتكونسيدر شيفت كارير، ما هو ريسك، ما هتاخده، ما كلنا مشفتين كارير يعني، ما انتش مميز في حاجه من الاخر. احنا كلنا مغيرين مجالنا، سواء هندسه سواء اكاونتنج سواء ايا كان. فبي مايندفول ان انت تتعلم من قصص الناس التانية، لان كل الناس اوريدي مشفته كارير. ده وجهه نظري في البوينت دي، مفيش حاجه تانية عايز اقولها بصراحه في النقطه دي. انا عندي تip للناس الصغيره اللي بتبقى خايفه ان هي تاخد الليب اوف فيث وتنط الناحيه الثانيه. ويعني انا بحس ان اسهل كتير جدا ان انت تشيفت كارير وانت صغير، يعني ما بيبقاش too much at stake وما you have nothing to lose، مقطع البطاقه ويلا بينا. انا معاكي. وانت صغير ده اللي هو اصلا انت ممكن تكون بادئ من الجامعه، عشان انا عارف اوريدي. انا يعني مؤخرا في ناس كتيره، مش مؤخرا يعني، ما في ناس كتيره جدا بدات اصلا من ايام المدرسه، يعني خصوصا كمان الناس اللي بدات بدري قوي وهم صغيرين. الناس دي اكشلي هي عملت شيفت كارير بسرعه من غير ما تحتاج الجامعه في حاجه. وفي عندنا اكزامبلز كتير. انا عارف اوريدي واحد معانا في المكالمه هنا عمل كده وهو في المانيا كمان، هو اسمه منعم. بس الفكره كلها ان اجان انت لو يعني اتاخرت في الشيفت كارير ده، دايما هيبقى القرار نفسه اصعب. لو بدات يعني مثلا اتخرجت مثلا هندسه واشتغلت اوريدي مهندس، فقره بقى ان انت تفصل، ان انت يعني يبقى معاك مرتب وهتروح تسيب ما يبقاش معاكش مرتب وتاخد الريسكات دي هتبقى صعبه. لكن لو انت كده كده على الله لسه بتاخد المصروف في الجامعه مثلا، ولا لسه بتروح الجامعه بس، سهله بقى يعني. دي هتعرف تغير فيها الكارير بسرعه يعني. ممكن ما محتاج تشتغل اصلا الوظيفه اللي انت متخرج منها يعني. يعني coming from حد هو عدى بالديسيجن ده at some point. انا اشتغلت شغلانات ريليتد للشهاده بتاعتي وتخرجي يعني for 3 years. وخلال ال3 سنين دول انا كنت عارفه ومتاكده ان المجال اللي انا شغاله فيه ده لا، ده مش ليا، انا ما ينفعش اشتغل الشغلانه دي. انا مش واحده اروح اشتغل في بنك موظفه وبتاع واقعد بقى ايه امضي ورق وانزل النضاره والجو ده، لا مش هينفع. فكان وفي نفس الوقت هو مش الانترست بتاعتي. يعني احنا عارفين الدنيا في مصر الكليات بتمشي ازاي. ف ده ما كانش بالنسبه لي حاجه توقفني ان انا ابتدي ابرسو واكسبلور حاجات تانية. فابتديت اتعلم حاجات تانية عشان اشوف انا ايه الحاجه اللي تناسبني او تنفع معايا ودماغي رايحه فيها، وابتديت اذاكرها. وات سام بوينت انا وقفت قلت ان انا هقفل على نفسي فور ا فيو مانث، هعمل بورتفوليو، هعمل كذا، وخدت كام فريلانس جوب، وبعد كده هوب I landed my first job
بعدها ب6 شهور مثلا ولا حاجه. فالقرار ساعات بيبقى صعب، بيبقى تقيل، ان انت اوريدي يو سبنت وانفستد في حاجه فور وايل، وكل لما الوقت ده بيطول وتاخر القرار ده تزقه لبعدين بيبقى القرار اصعب. فعشان كده بقول وانت صغير اسهل شويه من بعد كده يعني. تمام. دول انا بس هقول ده حاجه، ده ماي يعني تو سنس انا قول. قبل ما نجاوب على كل الاسئله دي ونكمل، احنا دلوقتي الساعه يعني فاضل 5 دقايق على نهايه السيشن، بس احنا اكشلي لسه عندنا كونتنت تاني، فاحنا هنكمل، وهوبلي ما حدش يبقى متضايق او يبقى عايز يمشي، عشان احنا لسه هنكمل، بس هو مش كتير يعني، ان شاء الله هنراب اب بسرعه دلوقتي. ده السلايد دي عشان بس نتخلص من فكره التولينج، وكل الناس تسال التولز. يعني انا وصفاء يا جدعان جايين من زمن لما كان الفوتوشوب اصلا هو ده كان التول الوحيده ستة. اللي بنعمل عليها ديزاينز، فما كانش فيه اصلا ولا فيجما ولا سكتش ولا اكس دي ولا كل الحاجات اللي احنا بنسمعها دي. فالعبره في الاخر في السلايد دي ان كده كده التولز متغيره جدا، يعني اوفر تايم بيقعدوا يغيروا بعض كتير، وخصوصا كمان ان في تطور كتير كتير كبير بيحصل، سواء بقى كمان بوجود فريمرز وويب فلو مع بعض مثلا كويب سايت بيلدرز وكده. بس النهايه في الموضوع ده ان هم كلهم، يعني ما تخليش نفسك انت ريجيد قوي اللي هو انت مصمم انت انا ملك التول دي. لا عادي، انت كده كده لو عرفت اكس دي هتعرف تشتغل فيجما، هتعرف تشتغل كل حاجه، فما تبقاش ريزيستنت او بتبقاش مقاوم للتعليم بتاع التولز. خليك فلكسبل، جت تول النهارده جديده عادي ممكن نشتغل عليها ونفكس لكل التولز اللي اتعلمناها دي. فهي دي الفكره، عشان الناس اللي بتسال النهارده كتير، هو فيجما نمبر 1 يا جماعه. اتشقلبنا بقى، رحنا يمين رحنا شمال، هو فيجما نمبر 1. عايز تتعلم تول اتعلم فيجما، ما تحاولش تتعلم اي حاجه تانية، عشان هو دي اكتر تول فيها ديفلوبمنت، اكتر تول بقت بتسمع الديزاينرز وبتحاول تعمل شغل للديزاينرز. الباقيين كلهم متاخرين بكتير. فدونت ويست يور تايم بقى اسكينج هو يا جدعان اتعلم اكس دي ولا سكتش ولا فيجما ولا اي احسن تول. هي فيجما بس، وهي بتشتغل على كل حاجه ويب بيزد، فانت مش محتاج تريح دماغك يعني، ما تشغلش دماغك من الاخر. اجري. بص يعني فور البوينت بتاعت التولز دي، يعني at the time when I started كان في ناس بتديزاين في باوربوينت بس كده. مش هقول حاجة تاني. اهو. فيعني كان الموضوع فقير لهذه الدرجة. بس ففعلا انا عدى عليا تولز بالهبل، واتعلمت مع الوقت ان انا هي برضو حاجات بتكم اند جو، هي ترندز لحد ما يبقى الناس هي ساتوريتد منها، او يطلع حاجة بديلة احسن منها فالناس هتنط. ومش ده اللي بيفرق يعني. لو عندك الليرنر مايند سيت هتعرف تتعلم اي تول واي حاجة وتجامب من هنا لهنا، مش هيبقى الموضوع بالنسبة لك ازمة خالص. ايه بقى؟ طيب ايه ده؟ ايه ده انا احنا عندي دخلنا. انا عندي قصتي مع السي في. انا عندي قصتي مع السي في تحديدا بتاعي. طب هو ايه السي في؟ يعني احنا ليه بنعمل سي في يا جماعه؟ انا حتى والله بجد، هو طب ما لينكد ان موجود، احنا ليه بنعمل سي في؟ والله في الديزاين بالذات هي صفصف من وجهة نظري، عشان برضو يعني دخلت في كذا هايرنج بروسيس. هو السي في للديزاينر هو الانطباع الاول. اجان لو هو فيجوالي ديزايند بطريقه حلوه بيبيع. انا شفت سيفيهات كتيره اترفضت مجرد بس ان هو الديزاين ما كانش حلو، وشفت ناس تانية ما كانش عندها اكسبيرينس بس كانت عامله حاجه فيري سيمبل وعارف يستخدم الفيجوال سكيلز حلوه، وكان هو ده اكشلي دايما بيبقى ايه، لا ان هنكلمه ده شكله فيه بوتنشال. طبعا هو السي في ما بيتفصلش عن البورتفوليو، هم ستيل بيبقوا مع بعض، بس دايما اللي بيتفتح الاول في الاغلب بيبقى السي في. فعشان كده مهم قوي ان السي في ده هو اهم حاجه. انا عايز اقول قصتي مع السي في بس سريعا. قول. انا راجل بدات اصلا كل حاجه بجرافيك ديزاين، فلما كنت بقارن اعمل سي في كنت بحاول اعمل سي في من برسبكتيف الجرافيك ديزاين. فتحول بيا ان انا كنت دورت على السي فيهات بتاعت الجرافيك ديزاينرز، فكان السي في هو اوفرلي ديزايند، يعني هو كان فيه كور بقى ودوريات اكني عامل انفوجراف، هو كان انفوجراف اكتر. خلاص. وانا كان حلمي من 2013 ان انا اسافر. السي في ده انا تعبت بقى، يعني قعدت اقدم فيه في كل الشركات من 2013. قعدت بتاع مثلا سنه ونص مثلا ما حدش بيرد عليا، يعني بجد ما حدش بيرد عليا، بحس هو في ايه يا جماعه، ما حدش حتى حاول يبص مره على السي في. بعدين في يوم من الايام حسيت ان ممكن يبقى في حاجه غلط في السي في نفسه،
ورحت دورت بقى على البنش مارك بتاع اليو اكس واليو اي سي فيهات، ولقيت اولموست مشابه للاكزامبلز اللي احنا شايفينها قدامنا دي، حاجه فيري سيمبل، مفيش الوان كتير، هو اللي اوت اللي بنلعب عليه والتايبوجرافي، ورحت عامل كده. ولما غيرت ده، الانترفيوز بقى اللي بقيت اعملها ما كنتش ملاحق بقى، حسيت اللي هو ايه يا جدعان، هو ايه اللي حصل؟ ما كنت حد كان يقول لي السي في من الاول. فقد ايه ان السي في ده ممكن يبقى حاجه يعني تبان صغيره قوي، وانت زي ما صفصف كده ممكن تقول لك مثلا اللي هو يعني يخشوا على لينكد ان او هداونلود التمبلت بتاعت لينكد ان وخلاص. بس it actually matters في الديزاين. it does matter شكلا، الشكل بيفرق. صح فدي ده التيك بتاعي موستلي على الحوار بتاع السي في. صح. هو عامة في السكريننج بروسيس، بما ان يعني برضو لو في ريكروتر بقى في النص وبتاع، مش الهايرنج مانجر هو اللي بيفلتر الكلام ده، فهو الريكروتر لو شاف السي في شكله حلو هيجيبك تعدي سكريننج، يعني تدخل سكريننج بروسيس. ده نمرة واحد. وبعد كده ممكن يبعت، مش عارفة على حسب بقى الشركة، هو بيبعت الحاجات اللي هو سكرين دي ان هايرنج مانجر يبص عليها تاني ولا لا، بس يعني بنسبة كبيرة بيبقى عندك بوتنشال كده ان انت تكمل في البروسيس. طيب هو ايه من وجهة نظرك فاطمه، يعني؟ انا ايه بس انا عايز اجاوب على سؤال فاطمه. كده كده يا فاطمه، لما بتيجي نفكر في السي في بشكل عام يا جماعه، هو ورقه A4. هو كده كده في شركات بتطبعه في مصر، بس بره مصر ما بيتباعش، بس هو ورقه A4. دور على مقاس ورقه A4، افتحها، ابدا اكتب فيها، وساعتها انت هتعرف كل حاجه، المقاسات عامله ازاي والشكل عامل ازاي كشكل. وهو اجان هي اللعبه كلها تايبوجرافي وداتا او انفورميشن، انت بتحط انفورميشن عامله ازاي وقد ايه. يعني مثلا في حد كان بيقول طب احنا عاملين كارير شيفت. الطبيعي ان في الاول كنت بحاول ابين ان انا عندي اي خبره، فحطت اي اكسبيرينس عندي وكنت بحاول اخليها ريليفنت. بس مع الوقت ما بقتش محتاجها اني مور، ارمي بقى هندسه وارمي كل الحاجات دي، رحت شايل كل ده، ما هو ملوش لازمه. يعني الاسطمبه نفسها مش محتاجه ان هي تبقى، يعني انت محتاج تقول قصتك انت من الاخر، انت الشغلانه اللي انت عايز تروحها دي انهي واحده، هتعمل لها سي في. مش صح، لازم برضه تبقى السي في بيبقى اللي فيه كل معاك حاجة. لمده 3 4 سنين في كل حاجه بيابلاي لكل الناس، لا ممكن يبقى في فيرجنز مختلفه، تنوع هنا حته هنا حته. والمهم في السي في بالذات كمان في الحوار بقى بتاع الكارير شيفت ده، هو اكشن التايتلز. يعني في ناس بتلتزم قوي بالتايتل بتاع الشركه، اللي هو انا والله كنت في الشركه دي سينيور برودكت ديزاينر، والشركه اللي بعديها سمتني يو اي ديزاينر، والشركه اللي قبليها سموني سينيور انتراكشن ديزاينر. يا معلم هم كلهم يو اكس، عايز تكتب كله اكتبه كله بفورمه برودكت ديزاينر، او اكتب كله بفورمه يو اكس، او اكتب كله فيجوال ديزاينر. يعني اكتب الحاجه اللي انت اللي هو التسلسل بيميك سنس. لكن انت تقعد تنططني بقى كل شويه بتايتل مختلف عشان انت ملتزم ان الشركه بدتك التايتل ده، يعني عمرك ما هتلاقي ده برضو موجود في السيفيات. هتلاقي اغلب الناس بتحاول تلتزم بنفس الحاجه اللي هم بيكتبوها، علشان يبقى في هيراركي، في ثيم، في حاجه واضحه في السي في ده. فدي بالنسبه لي الحاجات المهمه. المشكله الشائعه اللي بشوفها برضو في السيفيهات، اللي هو خلاص هكتب الورك اكسبيرينس بتاعتي، هكتب الاديوكيشن عرفناهم، هكتب شويه هكتب بقى بايوجرافي اباوت مي مش عارفه ايه، شويه حاجات والكونتاكت انفورميشن. وبعد كده تلاقي بقى ايه، اديني كولم طويل او باراجراف كبير مليان بقى سكيلز، انا هحط كل السكيلز اللي اعرفها في حياتي، اقعد بقى اكتب انا بكتب يوزر ريسيرش ومش عارفه بعمل دايري ستاديز وبعمل سيرفيز وبعمل اي بي تيستنج، هتكتب كل حاجه. وده اكشلي مش صح، لان انت في الاخر عايز تحطهم انت ايه الكور سكيلز. وتلاقي ناس كاتبه فيجما وفوتوشوب والستريتور. طب يا معلم هو فوتوشوب والستريتور دول ماتوا، يعني وانا بهاير هاخدك ليه على الفوتوشوب؟ انا عايز فيجما، عايز ميرو، دي الحاجات اللي انا بستخدمها موجودين عندك تمام. لكن انت بتحط لي كل الحاجات دي، طب انا مش عايز كل ده. انا عايز الحاجات المعينه اللي انت بتستخدمها، لكن مش عايز الحاجات اللي انت عارفها. يعني اغلب الناس اللي بتقعد تكتب كميه بروتوتايبنج تولز بتتكتب، والله العظيم مش عايزها. وفي الاخر بقى تيجي بتعرف تستخدم بروتوباي، هتعلمه، هبص لي كده على هعرف هتصرف، هعرف اعملها بس يعني كتبتها ليه طيب؟ اه ف... هو مهم ان انت تركز اكتر على السكيل rather than التول. دي حاجة مهمة جدا يعني. ما والسكيل تكونش. تفصلها ما بين الكور والانتربيرسونال. الكور دول هم ايه، انت ايه اللي اجمد جامد فيهم في الكور، وحطهم حتى بترتيب. اللي انا بقى انا جامد في الفيجوال، انا جامد في الريسيرش، عندي ميثودولوجيز معينه جامد فيها. لكن ما تقعدش تكتب لي بقى فجاه برزنتيشن سكيلز، فيجوال ديزاين، كوميونيكيشن سكيلز، ريسيرش كواليتيف.
فساعتها ما بتحتاجش، يعني ساعتها انت هو الموضوع اللي هو يعني طب انت بقى جامد في ده ولا في ده ولا في ده، التقسيمه من الاخر قسمهم. صح. بس عندك حاجه تانية صوت في الحوار ده؟ كان في حد بيسأل على موضوع ان اكتب الحاجات اللي لو انا شفتت من حتة تانية اكتب ولا لا. الاكسبيرينسز زي ما عمرو قال، لو انت لسه بتبدأ خالص عادي ممكن تحط في السي في. لو انت خلاص عديت وبقالك كام سنة شغال فممكن ما تكتبش الكلام ده. بيرسونالي انا بسمرايز كده في الاول او في كفر ليتر الاكسبيرينسز بتاعتي كولكتيفلي ايه، انا الباك جراوند بتاعتي ايه، الاندستريز اللي اشتغلت فيها ايه، انا اتخرجت منين اصلا. وزي ما قلت هو مفيش حاجه اسمها، هو مفيش صح وغلط، هو مفيش حاجه اسمها irrelevant. لان انت ممكن تبقى انت مهندس مثلا او حد هو بيشتغل في تخصص معين في هندسه وتروح تشتغل يو اكس ديزاينر في برودكت بتاع سولار سيستمز مثلا، وانت ده كان تخصصك مثلا في الجامعه. فده هيبقى فيري ريليفنت وهيدي لك برضو ويت وانت في الهايرنج بروسيس. فالحاجات اللي زي دي انت بتتيلرت وانت قبل ما تبعت السي في للشركه او تابلاي على جوب، تشوف هم دول بيشتغلوا في انهي اندستري، هل انا في حاجه اعرفها ممكن تبقى مفيده، لو هي سيميلر مثلا ممكن تكتبها، لو مش سيميلر او ما بعيده خالص تماما ممكن تشيلها وتتكلم عنها بقى في الانترفيو. حاجه من التيبس او الحاجات اللي انا بشوفها مهمه، يعني بلاش الحشو الكتير وهي صفحه واحده يا جماعه ينف مش هنعمل اكتر من كده. وبرضو يعني ده it will take us back برضو لقصه ان احنا اصلا يو اكس ديزاينرز، فانت اعرف انت الاودينس بتاعك ايه، الريكروتر بيدور على ايه، الهايرنج مانجر هيبص على ايه. موست بروبابلي هو هيسكان السي في، محدش هيقرا تفاصيل، هايلايت الحاجات اللي هم هيبقوا عايزين يشوفوها، 1 2 3 هوبا هيخلص خلاص، الراجل ده هيعدي سكريننج وهنجيبه وهعمل معاه كول. هتقعد بقى تحط انا البروجكت ده عملت فيه كذا ومش عارف ايه، لا ما مش مهم. وحاجات تانية، حاجة تانية ان انت تبقى عارف ايه يعني ممكن تحط له كده ايه بايت، يعني طعم كده ترميه له في السي في، يترجر عنده كيوريوسيتي ان هو يجيبك يعرف ايه ده، او اللي هو يعني يتكلم اكتر عن البوينت دي. فلازم تبقى عارف امتى احط معلومة وامتى اسيب معلومة بره السي في، عشان انا كده كده هخش الانترفيو واتكلم فيها. فزي ما احنا بنبلان ايه اللي انا احطه في السي في، لازم ابلان ايه اللي انا هسيبه بره واتكلم فيه في الانترفيو. فدي مثال مثلا حي بقى من السي في بتاع الحوار ده بصراحه يا صفصف. انا مثلا كعمرو وانا بقدم مثلا بره خلاص، اشتغلت مثلا في اوتي فينتشرز او في لينك زمان، فاشتغلت كنت شغال على موقع مصراوي. لما انا اكتب لهم كنت شغال في مصراوي، هل هم هيستفيدوا حاجه؟ لا، مش هيفهموه اصلا. ولا لما اقعد اقول لهم ده مصراوي ده كان نمبر 1 ونمبر 5 ونمبر مش عارفه كام بقى على المستوى الجمهوريه في النيوز وبتاع، هو مش مترجم. بس الحاجه اللي تفرق بقى ان انا زي ما صفصف بتقول كده، اللي هو هحط له حاجه اتريجر ان ايه ده، هيقراها فتشد انتباهه. ايه هي بقى؟ عدد مستخدمين مصراوي ده كام، عدد البيج فيوز اللي كان بيجنريتها في الشهر دي كام. دي ارقام كانت بالملايين بالملايين. فشيء طبيعي ان انا بفهمه من مجرد كلمه واحده انا اشتغلت على برودكت ليه عدد مستخدمين بالملايين، بغض النظر بقى هو البرودكت ده عامل ازاي. ما هو ممكن كده هو مش شغال في الماركت بتاعي فما يعرفش الماركت بتاعي عامل ازاي. ومن ساعتها يعني ده فرق معايا كمان ان انت بيبقى الدسكشنز بقى ايه ده، انا شايفين انت اشتغلت على ملايين في حته معينه او كان في حاجه في حته معينه، فانت ازاي برضو بتعرف تستخدم الحته دي، مش ان انت تقعد تتحكى في جمال بقى مصراوي وجمال الشركه اللي انت شغال فيها وان هم نمبر 1 واليونيكورنز والمش عارفه ايه. ما انت مش محتاج الحته دي، ركز في الانفورميشن اللي فعلا هتجيب لك الهوك هتجيب لك الطعم في الصناره. صح. في حد بيسأل لو انا ما اشتغلتش قبل كده وكان غير كام شهر وحاجة اونلاين وملهاش علاقة بالمجال وقعدت فترة في البيت، ازاي اقدر ابين نقاط القوة؟ آم، بصي يعني يعني ركزي اكتر على السكيلز اللي انت بتعرفي تعمليها اكتر من الباست ورك اكسبيرينس، لان انت كده يعني برضو هي جونيور، فلو هي irrelevant هتمنشنيها، بس انت هتكتبي بقى في البايو بتاعك او في الانترودكشن اللي انت هتكتبيها ايه اللي انت بتعرفيه، ايه السكيلز اللي عندك،
ايه البروجكتس مثلا، سواء في حاجه بقى هايبوثيتيكال او في كورس او كده اشتغلتي عليها، والبورتفوليو بتاعك بقى تبيني فيه القصه دي. وبرضو احنا يعني محظوظين من الشغلانات اللي هو انت شغلك هو اللي بيتكلم اكتر عنك، يعني هو ده اللي هيبقى فيصل في ان انت يو جيت هايرد ولا لا. فشوينج يور ورك هيبقى بيلعب رول كبير. السي في بس هو ما هو الا مجرد ليد. كونفرزيشن ستارتر. بالظبط كده، ان ازاي تبدا الكونفرسيشن مع الشركه دي، مش اكتر من كده. واتعامل معاه من المنطلق ده، ما تديلوش ولا اكبر من حجمه ولا يعني ما نقعدش بقى نقعد نعمل في السي في 10 سنين. الموضوع انا ابسط من عامه كده. السي في بعمله بالشغلانه، يعني بالشغلانه اللي هقدم فيها بعمل السي في على مقاس الشغلانه. بلس 1 هنا. يعني من ضمن الحاجات هو نفس الكلام برضه في البورتفوليو، ما عنديش بورتفوليو في المطلق، انا بشوف الشغلانه ايه وهقيفه على مقاسها بالظبط. هنيجي للبوينت دي في ونجيلها ليه، القصه. ما هنفتحها على طول اهي. ايوه. اتفضلي. صح. هو يعني النقطة اللي انت قلتها دي، طب ماشي، انا دلوقتي عملت السي في اللي هو اول بورت من ان انا ابلاي على شغل وبتاع. الجزء الثاني بالنسبة لنا محتاجة ابين شغلي بقى. هبين شغلي ازاي؟ هو ده البورتفوليو بتاعي اللي انا بعمله، او اللي هو ما يعادل سابقة الاعمال لو اللغة العربية. ازاي ابين للناس البروجكتس دي. زي ما عمرو قال، احنا مش يعني انا I never sent the same portfolio for each company انا بأبلاي فيها. usually انا عندي شويه كيس ستاديز، او ببقى سواء بقى انا حاجات قديمه على حاجات لسه ما اتعملتش مش عارف ايه، وبشوف الشركه دي هي ايه، هم اصلا شغالين في انهي اندستري، هم ايه الحاجات اللي من اللي انا اشتغلت عليها ممكن تبقى ريليفنت، وابتدي ابيك منها كام واحده وابوت توجذر ا بورتفوليو. دي حاجه من الحاجات از ستارت. الكيس ستادي بقى هتبقى عامله ازاي؟ زي ما عمرو قال، ابعدوا يا جماعه عن التمبلت. انا ببقى عايزه اشوف الثوت بروسيس بتاعتك، والموضوع يبقى كلمه وحدوته كده وماشيه في تايم لاين واضح، عارفه انت بدات فين وعملت ايه وعملته ازاي ووصلت لايه. بس مش الموضوع مش معقد، ومش لازم تبقى end to end process، ومش لازم يبقى برودكت كامل من اوله لاخره، عشان دي مستيك انا برضو شفتها عند ناس كتير. انت ممكن تاخد فيتشر في برودكت، بس انت هتبريزنت الفيتشر دي ازاي؟ انا هتدي بريف ازاي عن الشركه وعن البرودكت اصلا قبل ما ابتدي اشتغل؟ ابتدي ان انا يعني ابين للناس هو ده اصلا عباره عن ايه، عشان خاطر يعرف يفولو معايا الحدوته. فدي المين بوينتس اللي انت محتاج تبقى مركز عليها. لو حد طبعا لسه بيبدأ وما عملش حاجة حقيقية، it's totally fine ان انت تعمل حاجات hypothetical، بس برضو وانت بتبريزنت بقى البورتفوليو بتاعك تبقى honest، وتقول ان ده مثلا فور يعني دي hypothesis كذا، عملت كذا، فعملت ان انا لو في كذا هعمل كذا، لو في كذا هعمل كذا، عشان يبقى عارف ان ده in theory يعني. لو حاجة انت مثلا الكيس ستادي دي او الفيتشر دي وصلت لستيت معينه فيها، it's totally fine برضو ان انت تبريزنت الكيس ستادي up to a certain state انت وصلت لها، وبعد كده تقول انا المفروض النكست ستيبس هتبقى 1 و2 و3. ف بي فليكسبل، خليك كده تعرف مطقطق وتعرف يعني اللي هو ايه، انا استغل البوينتس اللي عندك. مش لازم كل حاجة تبقى هي عقبة قدامك، يعني ده الملخص. احنا كلنا أذكياء وكلنا بنعرف نفكر كويس، هو بس ان احنا نرتب أفكارنا صح، واعرف انا بتعامل مع مين وايه الحاجة اللي عندي وازاي ابيعها. وده برضو من نقطة السكيلز اللي احنا اتكلمنا عليها وستريسد اون ات، الستوري تيلينج والكوميونيكيشن. وده هيبقى يعني the more بورتفوليو ريفيوز مثلا بتعملها، او وانت بتبريزنت في انترفيو، هتاخد الخبره بتاعت انت تحكي الحدوته ازاي وتصلح لنفسك، وهتمسك نفسك بقى اللي هو لا ده انا قلت كذا ملوش لازمه، لا انا قلت كذا كان ممكن يتقال بطريقه احسن and so on. عمرو اكيد انت عندك حاجات كتير جدا في القصه دي انا عندي برضه. حاجات كتير قوي، عندي حاجات كتير قوي قوي. فانا عايز ابدا الاول بالبورتفوليو او البورتفوليوز بشكل عام. هي بجودتها مش بكثرتها، دي اول معلومه. يعني انت مش لازم يبقى عندك بروجكتس كتيره قوي قوي قوي. هي لو البروجكت دي فيها جوده، انت عاده اي تقديم باي حاجه انت بتقدم مشروع مشروعين
اخرك لو ان هم صغيرين قوي هيبقوا 3 مشاريع، مش هتعرف تقدم اكتر من كده. فايتس فيري امبورتنت ان انت دايما تبني البورتفوليو بفيري هاي كواليتي، عن ان انت تبنيه ان انت عايز تحط مشاريع كتير. دي اول معلومه. تاني معلومه، انا دلوقتي واحد جونيور ما اشتغلتش اصلا، اعمل ايه؟ لازم تعمل مشاريع كلها تجارب، بس التجارب دي لازم تبقى فيها القصه، ولازم تبقى التجارب دي مش تجارب اللي هو يعني في المطلق كده، اللي هو بقى يعني انا النهارده صحيت الصبح وقررت ان انا اعمل ابلكيشن مزيكا جديد. حلو، عرفني فين المشكله. هل رحت دورت على الناس عندها المشكله دي؟ هل في تشابه؟ هل حسيت ان في حاجه؟ هل انت عندك مشكله مع الابلكيشن ده وفي ناس كمان وانت في قاعده سمعت ان هم عندهم مشكله فانت قررت تحلها؟ لان اغلب الناس اللي بتحاول تتاكل برضه بورتفوليو دايما عايزه تعمل ابلكيشنز فروم سكراتش. ودي النقطه اللي صفصف برضه قالتها، انت مش لازم يبقى المشروع بادئ من الصفر. يعني دي حاجه ما بتحصلش في الحقيقه. انت في اغلب الدنيا كلها انت شغال جوه شركه، فالشركه عايزه تشوف انت بتطور ازاي في اللي موجود، مش عايزه تشوف انت بتبداه من فروم سكراتش ازاي. صح. ونفس الحوار بيحصل، نفس المشكله. انت لما بتيجي تفكر هوليستيكلي او اللي هو هاي ليفل، يعني بتفكر بقى اللي هو انا عايز افكر هعمل ازاي يوزر اكسبيرينس، فبتيجي تفكر ان انا اعمل يوزر اكسبيرينس لابلكيشن كامل، لخدمه كامله. هعمل ابلكيشن يساعدك في الدايت، لكن اكشلي انت بتشتغل على مستوى فيتشرز. انت بالاخر بتصعب الموضوع اكتر، بتخلي القصه اكبر بكتير. فلما تيجي تبريزنتها، طب انت عندك 500 مشكله، عندك مشكله ممكن في اللوجن، عندك مشكله في الهوم بيج، عندك مشكله في كل الصفحات اللي هتقابلها هيبقى في مشكله. فلازم تبقى فاهم اجان نفس زي ما صفصف قالت، هي الحته اللي بتابلاي على فيتشر هو اللي بيابلاي على الابلكيشن كله. فانت احسن لك تطلع فيتشر، ما تطلعش ابلكيشن كامل، لان الابلكيشن كامل هيسوحك اكتر ومش هتبقى هو عارف بيبقى تحكي القصه. صعب، لو برودكت كبير بيبقى صعب جدا اصلا يعني. وده هيدخلك نفس المشكله اللي يعني كل الناس بتتكلم عليها، وانا حتى بيرسونالي واعتقد ان كل الناس عندها نفس المشكله، ان انت تعمل البورتفوليو بتاعك. دي خطوه تقيله على القلب، دي مش خطوه سهله اصلا. يعني في العادي هي خطوه تقيله على القلب، فتخيل بقى ان انت بتصعبها اكتر، ان انت مش عارف القصه ايه كمان، ولا عارف مم. هتعمل ايه. يعني خليت الموضوع كبير قوي لدرجه ان هو بقى فاهم حمل تقيل على قلبك مش قادر اعمله. صح. ف- في نقطتين. كمل سوري، انا فكرت لا ان انا انت. عشان في حاجات تانية عايز اكمل فيها، عشان طب عايز انا ارجع في تاني. في حاجتين، في حاجة بس هجاوب عليها بسرعة، أو ماشي. هصلحها، عشان في حد بيقول إن الكيس ستادي الكبيرة اللي في الاي تي اي بيقولوا لنا إن هي دي طلعت مش مهمة. لا هي مهمة بس يعني طريقة هتبريزنتي الكيس ستادي ازاي، وانهي بورشن اللي انت you will highlight it، هو ده الفرق. يعني you don't have to build a case study for an entire app. لا مش كده. الحاجة التانية، ان حد بيقول انا لسه حد مبتدئ وما عنديش حاجه خالص، يعني مش عارف احط ايه في البورتفوليو. يا جماعه هو احنا we are surrounded with a ton of applications. انت ممكن تختار حاجه هي فيها مشاكل، تحدد البوينتس دي as دي user problems، وتستت مع ناس تتاكد ان هي تفاليديت ان دي بروبلم وتبتدي تشتغل عليها. this is يعني دي كده يلا يعني ايه، اجروا بقى اعملوا بورتفوليو. هي دي فعلا اسهل حل. هو ده اه اكشلي يعني انت النهارده ما عندكش بورتفوليو وعايز تعمل بورتفوليو، هو ده اسهل حل. يعني ما تحاولش تفكر في حاجه اصعب من كده. هو الموضوع ساعات بيبقى سهل قوي لدرجه ان هو مش يعني انت مش شايفه ان انت في مشكله مضايقاني في واتساب، لما باجي اعمل تاج للجروبس ما بيبعتليش نوتيفيكيشن مثلا. فانا عايز اعمل فيتشر ان هو يبعت لي نوتيفيكيشن، او اعرف نوتيفاي 3 4 بني ادمين في جروب من غير ما اقعد اعمل لهم تاج، ايا كان المشكله ايه. يعني ممكن يبقى عندك مشكله انت في دماغك، تقوم مخرجها، اكتبها في ورقه، اسال 5 اصحابك، اسال 4 اصحابك، طبق اليوزر اكسبيرينس بروسيس. بناء على دول انا رحت مطبق بقى وحسيت ان هي ممكن تتحل بالطريقه دي. فالناس على الاقل تشوف طريقه التفكير، لان انت في الاخر البورتفوليو ده انت بتحاول تبين طريقه تفكيرك، مش بتحاول تبين استعراض البروجكت اللي انت اشتغلت عليه. البروجكت ده مهما كان هو شركه ايه، ما بقاش حد مهتم بيه على قد ما هو مهتم بالقصه. اجان رجوعا بقى للحته بتاعت النون تكنيكال سكيلز وازاي ابين النون تكنيكال سكيلز في السي في. هي كلها زي ما عملنا كده في السي في، زي ما عملنا في السي في هنعمله في البورتفوليو. انت راجل مثلا عايز تفهم اللي قدامك انت قد ايه فاهم بيزنس، فشيء طبيعي ان انت لازم تحط تاتش بيزنس، ان انت ازاي الحاجه الفيتشر دي بتاثر على البيزنس، ازاي الفيتشر دي هتغير البيزنس. لان لو انت فضلت تفكر بس من زاويه واحده وهي زاويه اليوزر، يبقى انت هنا مختصر كل اليوزر اكسبيرينس جوه اليوزر بس.
لكن هي اكشلي مرتبطه بالتكنولوجي انت اثرت فيها ازاي، او الانجينيرنج او الديفلوبمنت انت اثرت فيها ازاي. نفس الحوار مرتبط بالبيزنس، انت فدت البيزنس ازاي. لان خلي بالك هي النهارده الشركات يعني مش كلها، او ما فيش شركه شغاله لله وللوطن. كل الشركات في الاخر بتبيع سيرفيسز وبتبيع برودكتس، فهو في الاخر عايز يتربح منها. فاليوزر اكسبيرينس هي جزء منها ان انت بتساعد اليوزر، بس هو في جزء منه برضه انت بتساعد البراند او الشركه دي ان هي تعمل فلوس اكتر، فلازم يبقى فيها سيلز. ودي هنا بقى هي دي الحته الاثيكال اللي صفصف كانت بتتكلم فيها. هو يعني الى حد مدى انت بتقول ان ده اثيكال، والى حد مدى ده بتقول شوف ان ده اثيكال مش هنعمله. ساعتها بيبقى اختيارك مختلف للشركه. بس رجوعا للبورتفوليو، هي دي التكنيكس اللي انت بتحاول تستخدمها. زي لما هتيجي توصف الشركه، هتوصف الشركه دي ازاي؟ حجم الشركه، عدد الموظفين، عدد الديزاين تيم. مش ان انت بتقول مثلا ان انا والله اشتغلت مع بي ام ومع بي او وعملنا كذا كذا وكان في ريسيرشر كذا. لا، انا عايزك توريني انت شغلت حجم الشركه وحجم الناس اللي انت اشتغلت معاها دي عامل ازاي، والمشكله اللي قابلتكوا فين، وعرفتوا المشكله دي ازاي. هل الريكويرمنتس جات لك من برودكت مانجر او برودكت اونر، ولا انت اكشلي لقيتوها في الداتا عندكم، مثلا داتا وعندكم حد بيتابع الداتا وراح جايبها لك، ولا انت كنتوا بتعملوا ريسيرش راندوم وفجاه طلع لك اوبورتيونيتي، لقيت ان في فرصه، او ان انتوا استراتيجيكلي فكرتوا فيها، او ان في كومبيتيتور بيعمل شبهها. الحاجات دي هي دي المهمه. لان انا في الاخر لو انت دخلتني حدوته وانا مش عارف بدايتها بتلخبط، وبعدين افضل انا بقى كواحد ببقى احاول استمع ليها. انا عايز اربط الاحداث ببعض. فانت مش جاي لي اصلا بربط احداث، انت جاي لي بنفس التمبلت اللي بتبقى كل الناس ماشيه عليها، سواء بره مصر وجوه مصر. حتى بره مصر في ناس بتشتغل عليها، اللي هم الجونيورز اللي جايين من البوت كامبس، كله بيعمل نفس الحاجه. انا هعمل بيرسوناز، هعمل شويه يوزر فلوز، هعمل هاو مايت وي. ففين الحل؟ فين المجهود اللي انت تعبت فيه في الحل؟ وريني الحل. يعني وريني يعني ربط لي كل ده ببعض. ليه عملت بيرسونا اصلا؟ لكن الفكره ان هي عشان بقت الموضوع سهل قوي ان انت تاسيوم كل حاجه، فكل الناس عايزه تاسيوم كل حاجه وتمشي البيرفكت بروسيس كمان، بس انت مش محتاجها. وفي نفس آه، الوقت بنتكلم على مشروعين ثلاثه في البورتفوليو. مهم التنوع، مهم تعرف ازاي تنوع الشغل اللي انت هتعرضه. مش هيبقى كلهم، لان في الاخر مشهور قوي الحوار ده برضو، ان احنا قلنا مشروعين، هما المشروعين بنفس التمبلت، بنفس الفورمه، بنفس كل حاجه. يعني حضرتك مش ماشي على حاجه، انت ماشي على بروسيس معينه انت بتطبقها وخلاص. يعني اجان البروسيس غير الميثودولوجيز، او الميثودولوجي دي اللي هي الطرق المستخدمه. الطرق المستخدمه للحل حاجه غير البروسيس. البروسيس بالنسبه لي ريسيرش، ايديشن، سولوشن، فاليديشن، ديزاين. هي دي البروسيس. لكن لما تيجي تقول لي بقى بيرسوناز وداير ستاديز وهاو مايت وي، دي طرق حل، مش شرط تتطبق كلها في نفس البورتفوليو. فهنا تنوع بقى في البورتفوليو. لما يبقى عندك مشروعين مهم قوي تنوعهم. تحط هنا حاجه ده موبايل، ده ويب، ده كان فيه داتا، ده كان فيه سيلز دريفن مثلا، او ده بي تو بي، ده بي تو سي. يعني نوع الحاجه عشان انت في الاخر رايح توري الشركه، فعايز تفهمهم قد ايه انت فاهم. وخصوصا لو انت ما عندكش مشاريع كتير. نفترض ان الشركه دي شغاله بي تو بي اللي هو بزنس تو بزنس، وانت عندك مشروعين بي تو سي. فهم خلاص اوريدي، يعني انت ما وريتهمش حاجه بي تو بي، حسوا ان انت مش ريليفنت ليهم، ان انت مش عارفين يتواصلوا مع نفس الشغل اللي انت عامله. فساعتها ما بقاش خلاص البورتفوليو بتاعك ريليفنت للشغلانه، رغم ان البورتفوليو بتاعك ممكن يبقى جامد جدا، بس هو في الاخر بيدور على حد يبقى عنده النولج بتاعت البي تو بي. فنفس الحوار ده بيحصل في كل حاجه. ممكن تبقى الشغلانه بتدور على حد موبايل، وانت ركزت اكتر في عرضك للويب، او العكس صحيح، وهكذا. فازاي برضو تتاكد ان البورتفوليو بتاعك لو هو جينيريك، مش عامله مخصوص لشركه او لجوب وظيفه بنفسها، ازاي تخليه جينيريك انف ان هو يعرف يفت في كل بقى الشغلانات اللي انت تروح تقدمها، ان هو ينفع هنا، ينفع وهنا، ينفع وهنا، ينفع يبقى في وهنا. دايفرسيتي زي ما انت قلت. بتوري له عرض بقى المهارات بتاعتك. انا عايزني والله هنا بعرف اقف جون، عايزني هنا نص ملعب شغال، عايزني هجوم برضو بعرف العب، يعني فاهم. هدي مثال على حاجه برضو من اللي هو يعني الاستراتيجي بتاعت ان انت تدايفرسيفاي الكيس ستاديز اللي في البورتفوليو ده. مثلا انا اشتغلت على حاجات ليها علاقه بالديتا بالمتركس بتاعت certain feature يعني. والموضوع ده كان مهم لبوزيشن معين، ان هو ده كان جروث تيم، يعني انا هشتغل ديزاينر في جروث تيم. فمهم لو انا اشتغلت في حاجه زي كده ان انا بيلد او ابين الكيس ستادي بتاعه الحاجه اللي انا اشتغلتها قبل كده، اللي هي هتبقى ليها علاقه بالمتركس والجروث وجروث هاكينج والكلام ده كله، عشان اعرف اوين الجوب. الحوار ده بيفرق كتير.
برضو للناس اللي هي عندها اكسبيرينس اكتر، انا امتى ابين حاجه. يعني انا ممكن ابين حاجه فيها ريسيرش هيفي، حاجه فيها موبايل مثلا، وحاجه تانية هي تبقى مور اوف استراتيجي او ديسكفري. يعني برضو انت ممكن هو ما يبقاش الاوتبوت في الاخر ان هو برودكت وطلع شيبت. انا ممكن اكون بديسكفر حته، احنا عايزين نشوف اصلا هو في ماركت نيد في الحته دي، ولو عملنا السولوشن ده اصلا هيقول ولا مش هيقول. فبرضو يعني ناخد بالنا من الموضوع ده برضو في البروجكتس اللي هي الهايبوثيتيكال. لو هي كده، هي ممكن تنفع ان انت تمشي بنفس، يعني تبين نفس الابروتش ده على حاجه هايبوثيتيكال. مش لازم يبقى كله اون ريل لايف اكزامبلز انت عملتها. الحاجه الاخيره في حوار البورتفوليوز برضو الميديم، او يعني اعملها ازاي ده بقى، ده بيرسونال بريفرنس، او ده يعني تفضيل شخصي. في ناس بتحب بيهانس، في ناس بتحب تعملها في PDF، في ناس بتحب تعملها باوربوينت، في ناس بتحب كينوت، في ناس تحب تعمل ويب سايتات. البورتفوليو ده هو بجد اللبس اللي انت لابسه. ازاي انت عايز تلبس دي، كل واحد بيلبس بطريقه مختلفه، فانت محتاج تختار الحاجه اللي تناسبك انت. ما تبقاش انت بقى بتدور ايه ده كله بيعمل بيهانس، طب انا هعمل وراهم بيهانس. ما هو بيهانس اصلا مش ممكن، يعني ما هو ده مش المكان. انت في شركات ما بتفضلش اصلا بيهانس، بيحس اللي هو ايه ده، لا بيهانس ده مش جامد، او انت ما عرضتش عليه كفايه. انت بيهانس ده من الاخر انت ممكن تحط حاجات على بيهانس، او يعني حاول تفرق ما بين ان انت عايز تتعرف او تتشير او يبقى اسمك معروف او يبقى ليك اللي هو ايه ده، بص ده بيلفت الانتباه. ساعتها المفروض البيهيفير بتاعك اونلاين يبقى ان انت مثلا هتنزل حاجه كل اسبوع. فساعتها ممكن تلعب فيجوالز عشان تلفت الانتباه، تبقى دايما على طول موجود. فالناس اللي موجوده في الماركت تعرف ايه ده في واحد هنا شاطر، ده احنا شفناه عمال مصر عمال ينزل في ديزاينات ديزاينات ديزاينات. وهو اكشلي ده اللي دي الحاله بتاعت الناس اللي ما بتشتغلش. هو لو قعد يعمل كده هو ايفنشلي بيشتغل. وانا في ناس كتير اشتغلت معاها، يعني مش اشتغلت يعني يعني ساعدنا بعض او ساعدتهم يعني وهم صغيرين، وهم اكشلي هي دي طريقه الشغل. يعني انت بتعمل شغل كتير 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 كتير، فبالاخر الناس بتبقى ايه ده في انت هنا ده مسمع، طب ناخد بقى ده نجربه. فهي دي البدايه، هي دايما البدايه بتبقى جايه من الحته دي. انا شخصيا اشتغلت في الاول برضو بعد شغلانه جالي شغل كتير بسبب الحوار ده. يعني انا عملت بروجكت زمان قوي 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 في 2012 او 2013 على بيهانس، جالي منه المنيوز زمان، وكانت فرصه. ومجالي منيو كان بيجرب كده حظه، اللي هو بقول لك ايه انت عندك بورتفوليو. ساعتها انا قلت له ايه بقى عشان برضه ناخد هنا البرسبكتيف. انا قلت له ما عنديش بورتفوليو، بس انا متحمس اعمل الابلكيشن بتاعك، فانا مستعد اعمل لك 3 سكرينز فور فري كمثال ان هم يوروك الشغل بتاعي. عجبوك ندفع ونكمل ونتفق، ما عجبكش خلاص يا عم انا كنت بجرب حظي. فانا ساعتها عملت تريد اوف عشان انا معيش بورتفوليو. فده كان حلي الوحيد ان انا اعرف اعمل كده، ان انا هديله حاجه انا متخيل الابلكيشن بتاعه المفروض يبقى عامل ازاي، فهو يعجبه فتمام. فعملت كده في يومين ومانج ان احنا خدنا الشغلانه بعد كده. فهي الطريقه ان انت برضو ازاي تعرف توري الحاجه بتاعتك اجان وبي وجودك كرييتيف على. اباوت ازاي دي. كده كده كل واحد هيبقى كريتيف بطريقته، بس يعني الحته بتاعه دريبل وبي هاندز دي اكتر انا بشوفها للشهره. عايز تعمل حاجه فيها بقى تفاصيل، فيها قصه، اغلبيتها بتبقى ويب سايتس بيرسوناليزد او يعني باسورد بروتكتد، بتبقى برزنتيشنز، بتبقى فيجما فايلز ببرزنتيشن. انت بتختار الطريقه اللي بتعجبك وبتريحك. بس في الاخر لازم تبقى فاهم ان عاده الفورمه اللي موجوده اونلاين دي مش دي اللي بتشتغل. القصه اللي موجوده اللي ما حدش بقى بيعرف يوصل لها، وهي دي الشالنج الاكبر. انا واحد صغير مش عارف اصلا اشوف كبارات الناس بيعملوا بورتفوليوز ازاي، لان انت كل اللي انت بتشايفه هو اللي موجود على بيهانس. فهنا يا اما هتستخدم خيالك وتحاول تبني حاجه وتقعد بقى تعمل الطريقه اللي صاصه قالت عليها، تغلط 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 وتتعلم وتغلط وتتعلم وتغلط وتتعلم. وده اكشلي اللي احنا عملناه يعني اغلبيتنا، لان احنا ما كانش في حد بيعلمنا قوي. او هتروح بقى تسال حد منتور، هتروح تقعد تسال تجرب معاه، بقول لك ايه انا عملت ده ايه رايك، ينفع ما ينفعش ها. او هتروح تدور بره. وانت لو دورت كويس قوي انا عندي لسته اوريدي يعني البورتفوليوز ناس اشتغلوا في اماكن كبيره، سواء جوجل نتفليكس ابل كل الاماكن دي، وحتى البورتفوليوز بتاعتهم كانت من 2013 و2014، بس ستيل لحد النهارده القصص اللي هم كاتبينها وطريقه العرض لسه بتميك سنس لحد النهارده. يعني لو دخلت قريتها هتعرف على طول ايه ده في فرق كبير قوي بين اللي انا كنت عامله واللي هم عاملينه.
وهتشوف فرق الدماغ، فرق التفكير، ان هو ورا منتاليتي او ورا مايند سيت عامله ازاي. فانا حاسس احنا طولنا في الحته دي، بس هي بجد يعني من الحاجات هي اللي مهمة. بتؤرقني جدا. هي هي مهمه جدا. هي مهمة. هو في حاجة بس أنا صغيرة هأدها للي أنت قلته، الاختيار ما بين إن أنا أعرض الحاجة على بيهانس ولا دريبل ولا في ويب سايت ولا إيه. هو كل ميديم من دول، كل بلاتفورم من دول ليه ليميتيشنز وهيديك كابابيلتيز معينة. محتاج تعرف أنت عايز تبين إيه. لو عايز تبين انتراكشن أو عايز تبقى ديتيلد، أكيد ده مش هيبقى هو ده المكان. مش أحسن مكان أقعد أقرأ فيه كيس ستادي. هو مناسب ان انت تحط فيه فيجوالز. فممكن يبقى عندك حاجة تانية، مثلا بورتفوليو بيلدر او حاجة من الحاجات اللي كده دي تحط عليها الكيس ستاديز بتاعتك. otherwise يبقى عندك حاجة انت راكنها على جنب، وده اللي انا بعمله. يبقى في كيس ستاديز بتاعتي انا عاملاها على فيجما مثلا او حاجة، وببعتها بباسورد للشركات وانا بابلاي. كان في حد بيسأل على ان انا اعرض الحاجه اللي فيها اندي ازاي في البورتفوليو. انت ممكن تعرضي، يعني يبقى البورتفوليو بتاعك باسورد بروتكتد، وان انت تقولي للريكروتر او الشركه اللي انت بتقدمي عندها ان this is not for sharing، وان ده فيه مثلا انفورميشن مش المفروض ان انت تطلعيها، وتحاولي يعني ما تبينيش اي بيرسونال داتا في السكرين شوتس او في الديزاينز اللي انت هتحطيها. لو هتحطي نمبرز مش لازم تبقى اكتشوال نمبرز. يعني مثلا انا في الاكسبيرمنت بتاعت الجروث انا ما كنتش حاطه اكتشوال نمبرز، انا غيرت فيها يعني بنسبه كبيره عشان انا ما ينفعش اشير الديتيلز دي. فدي حاجه من الحاجات انا بس عشان الحوار بتاع الان دي اي ده عايز اقول برضو حاجه صغيره. كده كده نفترض مثلا ان انت النهارده شغاله في كريم، وبكره وانت رايحه مقدمه في اوبر، طبيعي قوي ان ما ينفعش توري الشغل اللي انت عملتيه بكل صراحه، لان ساعتها انت بتقدمي في كومبيتيتور. فده حاجه تانية غير لما انت تبقي شغاله في بنك وتروحي ساعتها تشتغلي في اوبر. ساعتها الان دي اي مش يعني اكيد مهم لسه الحفظ سريه الشغلانه دي، بس ما هواش بنفس سريه لما تبقي شغاله عند كومبيتيتور. فهي دي هي الحته الاثيكال بقى، انت بتستخدمي المعلومه ازاي اثيكلي. وانت لو حطيتي ديسكليمر ان ده شغلي بس مش هينفع نوريه لان دي كده كده اوريدي كانت برايفت بزنس، ما فيهاش مشكله. يعني ما هو لازم يعرف برضه هو عمل يعني انت كان شغلك ايه جوه. صح. فما ينفعش برضو ايه اللي هو هنخبي كل حاجه ومش هينفع نوري حاجه. هو يعني احنا تكنيكالي يعني احنا في باك بيز دي شركه بتعمل نظام بنوك، وما ينفعش حد اصلا يعرف النظام ده مبني ازاي، صح. وبنعرضه في البورتفوليوز عادي، في واتكلمنا حاجه فيها تانية. انترنالي. صاحب الشركه قال لك ما حدش يعرض اونلاين، بس اعرضوا حاجات في السيفيهات في البورتفوليو بتاعتكم. الاونلاين ده حاجات كونسبشن، ممكن نحط حاجات كونسبشن مش حاجات حقيقيه. ما تبقاش فور بابليك ديسبلاي. وتكنيكالي يعني المفروض موضوع الكومبيتيتورز ده هو المفروض اصلا لو في عقود والدنيا ماشيه بالقانون، هو انت المفروض هتساين ان دي اي في اوبر ان انت ما ينفعش تشير اي انفورميشن في اي ما حته ينفعش ثانيه، تشتغل اصلا في ديدي ولا في او كريم، في مش هينفع تروح كيسز تشتغل ثانيه ما اصلا. ينفعش تشتغل في شركه بتاعت كومبيتيتور فور اكس اماونت اوف ييرز. بس ده ما بيحصلش في مصر ممكن مش يعني. منطبق في مصر، ممكن برضو الحته دي مش منطبقه قوي، يعني ممكن تبقى في طلبات وتروح على المنيوز عادي. بس ماشي، خلينا نموف اون في النقطه دي. انا شايف كده كده في اسئله كتير. بس سريعا الحته اللي احنا عايزين نتكلم فيها هنا الريجكشن لوب. ان انت لازم تتعود على ان الريجكشن عادي، الريجكشن ده بيحصل وملوش علاقه برضو بقد ايه انت حلو ولا وحش. لان في بايسز كتيره بتحصل في الانترفيوز، بايسز حتى بيرسونال. انت ممكن يبقى اللي بيعمل لك انترفيو ده منحاز اكتر لشخص تاني، او انت غلطت في لقطه معينه في الانترفيو ما عرفتش تعرض له بالظبط. فمش معنى ان انت ما بيجيلكش عروض وكل اللي بيجيلك رفض معناها ان انت وحش ومعناها ان المجال ده مش بتاعك. مش شرط، لان انت ما حاولتش في كل شتى الطرق. انت محتاج تجرب في اماكن مختلفه بطريقه مختلفه، تجرب بورتفوليو مختلف، تجرب سي في مختلف. وده اللي انا عملته تقريبا. الناس اللي عارفاني انا يعني قعدت احاول اسافر من 2013، انا سافرت في 2017. يعني كل ده كنت بقدم، ما كنتش اللي هو نايم، ما كنتش نايم في على السرير، لا كنت بقدم كل شويه. وكان يعني جتتي اتهرت ريجكشن خدت ريجكشن من كل الناس. فالحته دي بالنسبه لي مهمه جدا ان الناس تبقى فاهمه. عادي، عادي ان انت تجيت ريجكتد، مش معناها ان انت مش كويس او ان البورتفوليو بتاعك مش كويس، معناها ان في دونت حاجه عايزه تتغير.
هو في بوينت صغيرة بس هنا، don't take it too personal. هو في in most cases الموضوع ملوش علاقة بيك والله، هو mismatch مش أكتر. يعني ممكن تبقى الشركة مش ده اللي بتدور عليه، هي بتدور على حد تاني عنده في set of حاله skills مختلفة. في في احنا مثلا يعني لما كنا بنعمل مثلا انترفيوز لناس، انت مثلا عندك تيم من جوه كله يو اكس ديزاينرز، بس مثلا انت بقى عايز واحد يو اكس ديزاينر بس جامد في حته معينه، جامد في الفيجوالز او جامد في الديزاين سيستم بالذات. فانت هيجي لك اكشلي ناس جامده جدا، هيجي لك ناس كويسه جدا، بس انت بتدور على واحد معين عنده سكيل معينه. فممكن اصلا انت تبقى سعيد الحظ، او ممكن انت ما تبقاش اصلا عارض الشغلانه دي. يعني ممكن ما تبقاش عارض اصلا حته الديزاين سيستم، وهو بيدور على الديزاين سيستم، فساعتها ما تبقاش موفق. فتتعلم تعرف برضو ان انت محتاج خلاص، يعني محتاج ابين حاجه تانية المره الجايه، وهكذا. فهي الليرنينج بروسيس. الريجكشنز عامه الليرنينج بروسيس لازم تتعلم منها، ما تاخدهاش ان انت يعني ان هي دي نهايه اتعلم العالم. اتعلم ان انت تسيك فيدباك. يعني لو الانترفيو بروسيس في الاخر ما الدنيا خيشت، يعني اسألهم بطريقة لطيفة كده، can you share the feedback about the process معايا for my personal development وبتاع. وكده مش لازم يبقى الموضوع منتهي بخناقة، يعني انتوا مش بتفركشوا مع بعض، يعني هو موضوع بسيط. ف فدي حاجة من الحاجات المهمة، لأن في ناس كتير بتاخد الموضوع على صدرها قوي. وإن most cases هو أنا داخلة أنا بدور على أنهي set of skills. ممكن يبقى أنت مش عارف تبقى عندك السكيلز بس مش عارف تبينها زي ما عمرو قال. فالمرة اللي وراها أتعلم إن أنا أبين الموضوع ده أكتر أو ستريس on it. لو هم honest في الفيدباك هيقولوا لك أصل إحنا بندور على حد فيه كذا بس وده مش فيك، فأنت هتقول لا أنا فيا، بس يبقى أنت ما بينتوش enough and so on. في حد بيقول انا ببكي كل مره، معلش هي لازم حاسين بيك حاسين بيك، بس ناخد عايز اقول الامور لك ببساطه. عايز اقول لك ان صفصف بتقولها دلوقتي حتى بسهله كده، اللي هو عادي هتتعلمها والمره الجايه تحسنها وتعملها. انا ما جاتليش المره الجايه، انا المره الجايه دي قعدت بتاع سنتين عشان افهم اصلا ان انا عامل حاجه غلط واعدلها، فيعني عمر انا فهي قعدت بتحصل. يعني انا تقريبا في 100 ابلكيشن انا قدمت في شركات بره. ما كنتش بعدي سكريننج اصلا for different لا، ما انا يعني خدت reasons. سنتين، انا خدت الحوار ده خدت فيه سنتين، غير بس بقى لما يعني بدات اعمل انترفيوز وبدات جت ريجكتد كمان. كان من ضمنهم برضو ان في برضو البايسز بتاع هم بيشوفوا حد بحجاب مش عارف اه ايه، نفس الاستيريوتايبنج ده موجود عندهم. لحد ما فهمت ازاي انا ابنتريت الحته دي، ازاي انا اتخطاها من وانا في السي في، ازاي بالظبط. يبقى التون بتاعي فريندلي مثلا في الانترو مش عارف ايه. ولما جالي فرصه سكريننج يعني هو الدنيا مشت لوحدها. ف انا يا جماعه انا شخصيا رفضت ناس كتير علشان ماي اون بايسز، غصب عني. كان بتيجي ساعات اللي هو انت بيجي لك اتنين جنب بعض، بس حسيت ان ده لا، الفيجوالز بتاعته مش قريبه لقلبي، التاني عامل لي فيجوالز احلى، بس هما الاتنين قريبين لبعض جدا، يعني نفس السكيلز. وده ساعات بتحصل غصب عنك، ساعات بيبقى هو ما عرضش نفسه كويس، ساعات انا يعني بتحس ان في حاجه غلط في الانترفيو بروسس نفسها. وده بيحصل كمان مع الاتش ار. انا شفت حالات كتير لناس اترفضت في السفر بره كمان بالذات بسبب اللغه مثلا، ان هو الانجليش بتاعه مش كويس، رغم ان هو لو كلم حد تاني من نفس الشركه عادي الانجليش بتاعه هيبقى تمام. هو على حسب الشخص اللي هو بيكلمه، هو بين الستاندرد بتاعه فين. فدي كلها البايسز، يعني ده ملخص البايسز بس كان يعني. في سؤال قبل كده، كان في حد بيسأل عن موضوع الانجليش ده وفرق ولا لا. هو في الشغل لا ده بره اكيد سيشن، بيفرق. خليها دي سيشن دي بس سفر دي. يعني بس يعني سيشن بريفلي السفر شورت انسر بيفرق. بس كده كده لو انت بيفرق. بتسمع شغل بره في البير لان مينيمم هي برضو، زي ما في السكيلز بير مينيمم، اللانجوج برضو ليها بير مينيمم. حد بيقول 15 ريجكتد ناو، ماشي ما جيتش لل 100 فتمام، انت في السيف سايد لسه. عارف اللي بطلت عد يا جيمي، يا ريت تبدا بقى من هنا. يعني خدوا الموضوع كده بصدر رحب. صدر رحب. وبرضه هو في فاكتورز تانية غير انت يعني العالم مش بيتمحور حوالينا يا جماعة، في حاجات تانية بتحصل في الدنيا، في ايكونوميكال سيتويشن والدنيا اصلا مش ألطف حاجة. فبرضه الفاكتورز دي مهمة، وانت بتأسس ايه اللي انا ممكن امبروفه، هل هي حاجة اقدر اعملها وهي in my power ولا لا. ومش شرط تبقى ريجكتد. انا ليا واحد صاحبي عارف يسافر يوروب من اول مره، من اول مره يقدم في اول شركه جاله الانترفيو وجاله اوفر، بس دي حظوظ يعني، ده مش العادي. ف دونت تيك ات بص هو بيرسونال. انا عديت من اول يعني من تاني انترفيو.
يعني لا ما انتوا كده، لا انتوا كده حاله بس خاصه يعني، مش قدمت هناخدكم في قبلها النورم، كتير. مش هناخدكم في النورم. لا ده اول مره يقدم واول شغلانه تجيله وسافر بقى، مش هتكلم بقى خلاص، مش هناخد على حد. السلايد دي المهم فيها او المسج من الاخر ان زي ما الناس دايما بتسعى ان هي تعرف هي ليه اترفضت، لازم برضه لما تخش شركه تحاول تعرف اصلا هو انت ليه اتقبلت. ومهم قوي ان انت تبقى عارف ان الجراف اللي على اليمين ده او اكشلي جراف كانت صفصف جايباه من احد الارتكلز، يعني بيقول لك ان اكشلي الهايرنج بروسيس الناس بتجيت هايرد في اليو اكس علشان السكيلز دي. وده معناه ان انت اجان هتشوف ان اكشلي الكوميونيكيشن وبروبلم سولفنج هم دول اعلى اتنين، هم دول اكشلي اهم من بقيه الحاجات التانيه. فهم مهمين لدرجه ان الناس ممكن تختارك علشان الحته دي بس. الديزاين تولز دي يا جماعه انا حطيتها عشان كان في حد بيقول لي الكلام ده كله بلح في مصر، ما بيمشيش على المصريين. هو اكشلي في مصر مع تحديدا انا عارف ان في ناس بتحب فيجما سبيسيفيك او اكس دي سبيسيفيك، وده مش وحش، بس لازم تبقى فاهم منظور الشركه. الشركه دي ممكن تبقى جابت كذا ديزاينر قبليك، هم عندهم النهارده ايه؟ هم عندهم اكس دي. في كذا ديزاينر قبليك جم ممكن يعانوا مثلا في ان هم يتعلموا اكس دي، او رفضوا ان هم يتعلموا اكس دي، ان هم ينقلوا من فيجما مثلا لاكس دي، وكانوا عايزين يفضلوا في فيجما وحاولوا ياخدوا الشركه في فيجما. وساعات لو انت الناس ما عندهاش خبره كافيه وهي بتعمل الحاجات دي، المايجريشن او عمليه الانتقال من اكس دي لفيجما ممكن تاخد شهور. ساعتها الشركه ما عندهاش اللكجر ان هي تضيع الوقت بتاعت ان انا هحول من اكس دي لفيجما. يا معلم انا عايز اطلع لي شاشات، انا مش عايز غير شاشات، ما تضيعش دماغي بالحاجات دي. فدي ساعات بتبقى مشاكل ديزاينرز بس، لكن هي مش مشاكل الشركه. فالمهم ان انت تبقى عارف اجان لما هتيجي تبروبوز نيو تول جوه شركه هتبروبوزها ليه، وهل هي فعلا بتاد فاليو، وهل هتبقى في بلان وبروسيس مثلا للمايجريشن ده انت عارف ان هو هيتعمل مثلا الانتقال ده بسرعه بطريقه افكتيف ولا لا. فعشان كده ساعات الشركات بتبقى اتلسعت من الشوربه فبتنفخ في الزبادي بقى، تقول لك من الاول يا معلم انا عايز حد باكس دي، ما تجيبليش حد مش اكس دي. فبرضه خليك تبقى مايندفول هو ليه الشركات بتعمل كده. ما نلومش الشركات او نقعد نقول ان الشركات مش كويسه وخلاص. انت لو في مكانهم هتبقى عايز كده، هتبقى عايز الديزاينر اللي معاه اكس دي وخلاص وتريح دماغك. ليه نرفض بالايميل؟ عشان عدد الناس اللي بتقدم كتيره جدا يا زينب. يعني عدد الناس اللي بتقدم كتيره جدا، خصوصا لو واحد بره مصر. يعني انت الابلكيشنز اللي كانت بتيجي كانت بالالافات، بالالافات بمعنى الافات. فانت بتسكرين الافات وبتعملي انترفيو لعدد عشرات، وبتحتاجي ترفضي ناس كتير. فساعات الرفض اكشلي هو تمبلت، هو تمبلتس معروفه للرفض، انا هرفض عشان كذا، هرفض عشان كذا. عدد الناس اللي بتبعت فيدباك قليلين جدا، مش ناس كثيره بتبعت فيدباك. فعشان كده دونت تيك الرفض بيرسونال. ساعات هيكتب لك ان انت مش ان ماتشنج سكيلز، او ان ايا كان يعني ايا كان الرد اللي هيرده عليك، بس هو في في الاخر مش بيرسونال. في حاجه برضو ليها علاقه بموضوع الرفض بدون انترفيو، بالذات بيفور يعني في السكريننج فيز، ان انت لسه حتى ما عملتيش انيشال انترفيو مع ريكروتر ولا حاجه. ميك شور ان السي في بتاعك يبقى ماشين ريدبل. دي حاجه مهمه، ما يبقاش صوره، يبقى التكست ينفع الماشين تقراه، ويبقى فيه الكيوردز اللي هي يعني انت الكلام برضو اللي هتكتبه يبقى فيه الكيوردز اللي الماشينز بتسكان فور ات. لان اغلب الوقت لو هي بروسيس شركات كبيره وبيحد يعني بيقدم بالالافات، ما فيش ريكروتر هيقعد يسكرين كل الالافات دي. هو غالبا هيبقى فيه ماشين او سيستم هو بيفلتر السيفيهات دي ويطلع له شويه. فممكن الناس اللي هم ما عدوش يروح لهم ريجكشن ايميل على طول. فخدوا بالكم برضو دي في النقطة بتاع، يعني دي ليها علاقة شوية بالسي في. حاجه اخيره في التقديم، يمين شمال بره مصر جوه مصر، التقديم عن طريق ريفيرال او عن طريق معرفه او عن طريق حد بيوصي عليك من جوه مور افكتيف عن انت بتقدم لوحدك. بره اجري. مصر بيبقى مور افكتيف على ان هو بيجيب لك الانترفيو، بيدخلك مرحله الانترفيو، لكن جوه مصر هو اكشن ممكن يجيب لك الشغلانه. فمهم قوي ان انت لو بتحاول تقدم عامه حاول تدور على ناس في المجال انت عارفهم شغالين في اماكن معينه ينفع يعملوا لك توصيه، ينفع يوصوا عليك. والا هيبقى عندك دايما المشكله ان انت بتحارب في وسط الافات من السيفيهات ومش مش باين. لان التقديم بالتوصيه بيبان دايما في الابلكيشن، سواء كانت الانترنال سيستمز او ايا كان، دايما بيبان. ودايما بيبقى فيه ثقه من الاتش ار ان ده ايه، ده في حد نعرفه. فدور على معارفك، حاول تستخدم لينكد ان كتول ان انت توصل للناس اللي انت عايز يساعدوك في التقديم. بس الحته دي مهمه. يعني لو انت بتحاول تدور بالذات على ان الناس بره،
ممكن تابروتش حد لو تعرف حد شغال في شركة معينة وعايزه يعمل لك ريفيرال. ده بيبقى يعني بيبقى ليه ويت شوية عن الابليكيشنز العادية. مش هيساعدك ان انت تجيت ذا جوب يعني، بس ممكن يساعدك ان انت تدخل الكيو. فدي في حد ذاتها حاجة بره كويسة. مصر تحديدا بيعمل كده. مم. فده مهم جدا. جوه مصر اصلا ممكن يوصلك لمرحله انت تشتغل اصلا، فده مالناش دعوه بيه. بس آه، انا حاسس ان احنا يعني انا احنا كتير عايزة قوي. افكرك بحاجة. يعني فاكر لو احنا فين رنيم مش موجودة. هنا اهو. فاكرة لما كنا بنتفق على السيشن في الاول قلنا 3 ايوه ساعات كتير. انا مش مصدقة بجد. والله يعني انا هسحب الافكار دي كلها. لسه كنت ببص ساول سبحان الله. اسفين يا جماعه والله ان احنا طولنا، بس دلوقتي بقى احنا جينا ميعاد السربرايز برضو اللي احنا قلنا لكم عليها، او اللي كان فيه في الاول سربرايز. السربرايز دي هتبقى حاجه فن، احنا عايزينها تبقى حاجه فن. السربرايز ان احنا هنلعب جيم دلوقتي، والجيم دي اللي بيكسب فيها، في 3 اكش بيكسبوا فيها، وده كان بالاتفاق بين انا وصفصف ان اللي هيكسبوا احنا عايزين ناكنولج او نديهم ريكوجنيشن بهديه. فالهدايا مش ديفاين، بس هو في الاغلب هنتفق مع الشباب اللي يعني حد هيبقى عايز سبسكريبشن او حاجه، بس اللي كان في دماغنا اوريدي هنبروفايد يوكسل سبسكريبشنز لو حد عايز من ال3 اللي هيكسبوا. لو ما حدش مهتم بقى يعني هنشوف ساعتها ايه الحاجه اللي ممكن تنفعه. ف this هنشوف is the alternative ليها يعني. هنشوف او لو بديل حد للهديه. اوريدي هو عنده يوكسل اكونت ومش يعني هيبقى ده redundant، ف ممكن نشوف له حاجة تانية بديل. وده برضو هيبقى الناس بقى اللي لسه beginners، لو حد هو eager to learn وبتاع هيساعدهم شوية ان هم يتعلموا شوية skills وimprove التالنتس بتاعته. حلو. اللعبه بقى دي هتلاقوا في هنا في فلاش حد ورا في حد عشان اللي اللعبه ممكن دي فلوس. مش عايزين نموت بعض، في فلوس هنكسب فلوس. ما اللعبه دي انت معتمده على السرعه. هتمبروفي السكيلز، والسكيلز دي هتجيب شغل فهتجيب فلوس. اللعبه دي معتمده على السرعه. فاللي هيحصل كالاتي ان احنا كلنا هنخش على الويب سايت ده اللي هو kahoot.it، وهنبدا الناس كلها تدخل الرقم الكود ده. كل واحد يكتب اسمه، يعني يستحب ان هو يحاول يكتب اسمه، يعني محدش يستظرف قوي في الاسامي عشان مش هنعرف يعني نجيبه في الاخر، عشان بس الناس بالظبط. بتعمل كده. انا مش هبدا جيم غير لما الناس تبدا تخش. ماشي، نبدا نعد بقى كده ناس تخش لنا. ممكن لو تحط مثلا اللينك الكاهوت في كويتشن، بحيث ان هو لو حد يعني هو من انا شايف الموبايل. الناس دخلت عامه، احنا في ناس ده عماله بتعد اهي، يعني الناس بس بتتحرك. ممكن لو انت محتاجة ان انا احطه في الكويشنز هحطه اهو. خلاص الليسي تمام، زي الفل. زي الفل. هو انا اكشلي تقريبا محتاجه اغير السكرين، محتاجه شير سكرين تانية بتاعت عشان اجيب. الجيم. لا ما هم ماشي اوكي. هو اكشلي السؤال مش هيطلع عندي، السؤال هيطلع عندكم، يعني بصوا يا خلوا جماعة، هو يعني بالظبط اشرح لهم بقى الموضوع اشتغل ازاي بصوا انا هشرح عشان الاول عشان خاطر الناس كلها بتخش، بس هشرح الاول. دلوقتي كل الناس اللي دخلت على اللينك وكتبت اساميها، اللي هيحصل ان انا اول ما هدوس ستارت هيبدا يطلع اسئله، والاسئله دي انت بتجاوبها صح او غلط او في اختيارات. هتجاوب بسرعه لان الاجابه لازم تكون في 20 ثانيه، لو ال 20 ثانيه عدت عليك هنروح للسؤال اللي بعده، مفيش مجال تقرا السؤال كتير وتطول في الاجابه. فحاول تجاوب على قد ما تقدر بسرعه، والناس اللي بتجاوب اسرع هي اللي بتاخد سكور اعلى. فمهم برضو ان انت تحاول، يعني اللي عايز يكسب لازم يجاوب بسرعه. ف فمهم قوي ان انت تعرف تجاوب بسرعه وتركز في ال 20 ثانيه. ايوه شكرا يا صفصف على الكود برضو. اول ما هدوس ستارت الكود في التشات يا جماعة. الكود في الشات، وانا لسه شايف ناس عماله بتدخل اسامي. هم 15 سؤال خلاص، عشان بس نبقى عارفين، عشان نسيت اكسبكتيشنز من الاول. 15 سؤال كلهم اختيارات. مطلوب منكم ان انتوا تختاروا بسرعة. طبعا هتقروا السؤال اكيد يعني. انا في الاغلب
يعني ايه مش عارف، انا الناس عماله بتزيد، انا مش عارف اصلا البتاع هيبدا اعمل ولا لا، لان انا اصلا فاكر ان الاكونت بتاعي كان 100 شخص بس انا شايف ان احنا بقينا 117، فانا انا ما كنتش عامل حساب ان الرقم يبقى جبار قوي كده. آه، طب يعني ماشي. اللي خلاص يا مش جماعه نقف هنا نقف اللي هنا، احنا اللي بقينا اللي 118. مستغني اللي مستغني عن الجائزة يا جماعة ممكن يسيبها لحد تاني، ممكن يبقى هو. وي ار ستاك اون ذا نيك نيم سكرين. ايوه، ما هو انت لا مش ستاك ولا حاجه، انا لسه ما دوستش ستارت، انا اول ما هدوس ستارت هنبدا نلعب. خلاص نقف، محدش يسجل تاني، كفايه كده، احنا بقى اوريدي في 100 وشويه. جاهزين يا جماعه؟ كله جاهز؟ اول ما هدوس الاسئله هتبدا تطلع. 1 2 3. شغلوا الصوت برضو. اعتقد هيبان عندنا، هو انا بيلود هي لسه. الناس ظاهره يعني انت معاهم في انا دخلت بس مش هجاوب. ماشي، ده السؤال يا جماعه. in UX what does CTA means؟ وانا ظاهر لي حاجة تانية مش عارفة. انت رحتي في لعبه تانية ولا ايه؟ هو ظهر شيبس كده بس. اه ظهر ايه؟ ظاهر شيبس بس مش ظاهر الكويستشن. الكويشن كان في 3 ثواني قبليها، ظهر فوق خالص بالابيض. ده بجد آه ايه مش ظاهر؟ لا. او انا ظاهر لي السؤال، فيعني هي الناس كلها مش ظاهر لها. طب خلينا نشوف. يعني لو حد ظاهر له ده يعني. لا هو الناس مش ظاهر لها الكويستشنز. لا هو كده الأغلبية مش ظاهر. مش طب ظاهر. نتراي وان كله مور. ليه الناس شيبس قومت اونلي. علينا. لا طب ما انا تبوظوش ما هجرب تبوظوش الفن بقى يا جدعان، ما تبوظوش الفن هجرب لو سمحت. هجرب ان انا اعمله من الموبايل. هو ليه يعني انتوا مش ابلكيشن ظاهر، برضه؟ يعني انتوا مش ظاهر لكم ده يا جدعان؟ لا خالص، ظهر الشيبس بس. الشيبس مربع ودايره وحاجات كده. داري السؤال بقى، انت تخليهم يعرفوا الاجابه. لا ما خلاص، ما اللي حصل حصل، ما اللي جاوب جاوب. آم، طب انا هسحب دي تحت ونجرب اعمل حاجة تانية. احنا ممكن يعني نقول الاسئله اوت لاود و لا ما ساعتها مش هنعرف نحسب البوينتس وحد يكسب كده، هتبقى ظلم. طب انا هدوس على نيكست وحد يقول لي لو ظهر السؤال ولا لا. هنضحي ماشي. بسؤالين. اكشلي يا جدعان انا في ناس كسبانه اهو. محمد عبده طالع ايوه جايب اعلى سكور. هم جاوبوا باي تشانس. ما كانش في سؤال اصلا ما كانش في مكتوب. سؤال اصلا. طب هنجرب السؤال الجاي. ماشي. next question. ظهر حاجه؟ هو بيسألني true or false بس لسه ما ظهرش السؤال. برضو shapes. هو لا في يبقى ايه؟ شيبس احنا كده مثلث ودايموند كده. بوظتوا فرحتي اقسم بالله. ثانيه واحده بقى لما نحاول نشوف البتاع ده بيعمل كده ليه. انا ريلود يعني. هجرب ال اللينك من على الموبايل اب. يمكن يشتغل من على الاب، ما يشتغلش من الاب. 199 3. لا انا هدخل بين تاني للاسف. هل ماشي. ممكن حد كبير ده اللي عمل المشكلة ولا العدد كام دلوقتي تقريبا؟ العدد، لا انا هخرج ده دلوقتي، انا هكتب في الشات ده الرقم الجديد، او ده اللينك الجديد اكشلي. الرقم الجديد. انا اسف يا جماعه على العك ده، احنا مضطرين نجرب مع بعض. ايوه في حد جه اهو. منى حمزه اهو. فين الرقم الجديد ده؟ ما شفتوش. حطيته في الشات. 680 0640. 0640. اه هو كله دخل باللينك اصلا. هو محمد عبد الرب عايز يقول حاجة، أنا ممكن let him participate. قول. ده احنا هنقف عند 100. لما اقول سوري ستوب، كانت بالغلط اصلا. لما هقول ستوب اصلا. قول له يستوب. انا تمام. رفعت ايدي بالغلط عشان تمام. اقول لكم ان مشيت اسال. تمام. زي الفل. الرقم تاني بيقولوا انا وقفت للشباب. خلاص. الرقم هتلاقوه في الشات. محدش هيخش تاني.
ليه يا احنا عمرو كده؟ وقفنا هنا. انا سادلي انا متاسف، يعني كان نفسي اشترك في باقة اكتر، بس يعني الباقة وقف. ماشي. هنجرب ممكن نبدا. لو في حد ميد او سينيور يعني ممكن نخلي الفرصة دي للجونيورز اكتر. جونيورز يعني انا كنت داخله لا ان هو انت مين انا قال لك ان الاسئله للجونيورز اصلا؟ هو من ده على ده، بس يعني برضو نديهم opportunity. هو عموما الناس جاوبت بايلك وجت معاها فقشطة يعني. طب خلينا كل نشوف واحد الاول حظه. بس الاسئله هتطلع ولا لا، عشان نشوف الحوار ده هينجح ولا هنقفل وتصبحوا على خير يعني. حد شايف نبقى السؤال؟ نعمل حد ركزوا في شاشتكم، ما حدش يبص هنا. حد شايف السؤال؟ thumbs up. برضه مفيش أسئلة. لا خلاص يا عمرو، احنا احنا ينفع يا نخلي عمرو نبص يبقى كده للسكرين هنا يعني؟ بصوا بقى السكرين بقى وجاوبوا بصوت عالي وخلاص. اه بالظبط. خلاص آه، احنا المفروض اول يعني نشوف كده. هو انتوا مش شايفين انا مش شاير السكرين اهو. لا اقصد الاجابات، اول حد يجاوب اول اجابة صح على كل سؤال. يعني م- ده في حاجه نجمع. كان المفروض، انا اسف يا جماعه انا اسف، هنعمل ريفريش عادي جدا. انا اكتشفت ان في زرار اصلا بيتفتح اسمه شو كويستشنز اند انسرز تقريبا، يعني ما ايه اعرفش الفين طيب؟ يعني. معلش يا جماعه اعذروا بقى جهلي، هبعت لكم لينك اخير وانا اسف. مفيش مشكلة، خير ان شاء الله. يعني ده اخر مره، لو ما نجحتش خلاص نلعبها بالبقيقي وممكن بقى نعمل بول نيم جنريتور كده، نختار 3 عشوائي. ده انا اصلا يعني دخلت السيشن دي كلها عشان اللحظه دي، عشان عايز العب. انا والله زعلانة عشان انت دي اكتر حاجة انت كنت متحمس ده انا ليها في يعني هو ده السيشن. الحماسه كلها كانت بالنسبه لي هي اللعبه. لا لا ان شاء الله تشتغل. عرفونا لو هي شغالة بس اعملوا لايك. ماشي. ني انا تراي. شايف ان احنا وقفنا اوريدي اولموست، هنوقف هنا. ماشي ماشي خلاص ستوب. هنجرب بقى حظنا ونشوف. حد ظاهر له حاجه؟ اللي ظهر له سؤال يبقى يقول لي. متهيألي كده الأسئلة ظاهرة، يعني الناس بتعمل لايك الأسئلة فكده. السؤال ظهر كده تمام. يلا جاوب بقى. ما شاء الله ده كله جاوب بسرعه. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه يا جدعان؟ 90% من الناس مجاوب. ده ايه ده؟ انا عايز اعرف مين اللي جاوب اجابه زرقاء بعد اذنك، يعني لازم يبعت لي اسمه. ده السكور اللي بعده. عاش. نايس. ده كله هيكسب بقى. اوف ده في ناس جايه صواريخ. كومباك. يلا اللي بعده. صح ولا غلط؟ احنا ممكن نقلل وقت الإجابة مثلا، فده يخلي الوقت عدد الناس يقل. ايه ده؟ ده في مساواه في السؤال ده. حلو. اوكي. في حرب في الشباب هنا بتجاوب بسرعه قوي بصراحه. في عندنا محمود الهايست كلايمبر، ده اسرع واحد بيطلع في صعود دلوقتي. نركز على محمود بقى. اللي بعده. صح وغلط.
نايس. في اداء عالي بصراحه. مين طالع؟ بيان في سرعه في الاداء. جاهزين اللي بعده؟ ده هنجاوب بقى كويز. هو ليه بيقعد 20 ثانية في كل سؤال؟ مش المفروض لا، 10؟ ما انا ممكن ادوس سكيب عادي. انا مستني لما اشوف، بس عشان الناس بتجاوب لاخر لحظه يعني. يعني احنا دلوقتي 76 80. بس هو مؤكد في واحد بيجاوب في ثانيه، فانا يعني ده ليفل الاحتراف. آه. عاش يا رائد. في صعود. انا مستغرب ان كل سؤال في ناس جديده عماله بتطلع. يلا اللي بعده. انا بجد عايز احيي الناس اللي بتجاوب بسرعه قوي دي. انا مبهور بالسرعه. ما احنا معانا ناس اكسبيرينس برضو، مش كل الناس ما هم هيقولوا لنا بقى، اللي هيكسب ده هيقول لنا. بس يعني انا عاش. شايفة يا جماعة ادوا فرصة للناس التانية. طيب. رائد برضو لسه في الصداره، بس في ناس جايه له. كريم جاي ومي جايه. اللي بعده. طب ما الاسئله سهله اهي. انا شايف في حد كان بيقول اصلا اسئله سهله. ماشي، اما نشوف في الاخر هيحصل ايه. رائد لسه في الصداره ومي معاه. عاش يا جدعان. صح يس. وغلط. السكورز قريبة عامة. شفت بقى ان الاسئله مش كلها سهله اهي، في اسئله عادي الناس غلطت فيها. اللي بعده. هنشوف. مي في الصداره. من عامله ستريك 3 مرات صح ورا بعض. عاش. هو الليسي ده الليسي صح؟ واخد بالي ان انت في الصداره برضه. الناس اللي ما بتعرفش تقرا السؤال في الاول، هو السؤال متكرر هنا بيبقى موجود تاني في الاول، عشان بس يعني حاسس ان ممكن تبقى الناس ما بتشوفش السؤال على طول. حلو. والله برافو. في اداء حلو. محمود. محمود، انا عاجبني ان انت ثابت في كونسيستنسي في الاجابه، انت طالع من تحت قوي بس واقف في مكانك. اللي بعده. السؤال العاشر. حلوه. حلوه برضه في الجون. عشان تفتح مواضيع، الناس اللي جاوبت غلط كلها تروح تعمل تدور بعد كده. ساره. عاش. في الصداره ومي ومحمود. ايه ده في ناس كتير اتغيرت. اه. ما هيبان بقى احنا في الاخر دلوقتي، هم 15 سؤال، السؤال 11. ايوه، أنا حاسه ان احنا مش هنبقى عارفين مين في الاخر. مين فيكم اللي دخل يلعب ليسي؟ اه لسه متصدر.
بس مش المفروض لا كده في لا لو كسب مش هلوش حاجه، مجهود بعت له اجر في الجيش. هنسحب منه الجايزة. مش هنبقى احنا والجيش عليه، لا. عاش. اسراء عامله كومباك في 3 صح. ساره بقت في الصداره، ومي ومحمود. هي تقريبا الخناقه ما بين ال3 دول. 12. في ناس عطلانه. جاوب اي حاجه. فير. اللي بعده نشوف مين. مي في الصداره. في امنيه عامله كومباك برضه. 13. حلوه. نسبه قريبه من بعض برضه. محمود ويلكم باك، خدت انت المركز الاول. سؤال 14. حاضر. هبعت الاسئله عشان الناس لو عايزه تدور عليها. الأسئلة دي مش جونيور خالص، لا هي ميكس بس يعني. هو والله مش لازم تبقى جونيور، هي الفكره ان انت ممكن لو حسيتي ان انت مش عارفه الحاجه تدوري عليها. هي الفكرة ان احنا يعني برضو هدفنا، احد اهداف السيشن ان احنا نتريجر الكويشنز دي في دماغكم، ان هو يبقى انا محتاج ان انا اخش ادور اشوف ايه ده بيقول ايه. بلس ان الاودينس بتاعنا بقى النهارده في نسبة برضو مش قليلة ناس عندها شوية اكسبيرينس، فكان لازم يبقى حاجة كده وكده. طيب دلوقتي بقى يا جماعه، ده السؤال الاخير. السؤال الاخير ده في دبل بوينتس للي هيجاوبوا صح. فالناس اللي مع حاسه ان هي تحت وما عندهاش امل، عادي، لا انت ممكن توصل بسهوله بالسؤال ده. فنركز بقى عشان ده السؤال الاخير، هو ده اللي ممكن تكسب بيه. اوف. حلوه. كله اتشد نعرف بقى، نفسي اعرف ليه النسبه الاكتر بتاعت 1984 دي، يعني عايز اعرف ليه 1984. ادوني جايزة انا كمان بقى. هنشوف بقى مين الاوائل اهو، مين كسبان. اوف. هبة هيبقى مركز التالت، الثالث. منى منى المركز حمزة الثاني. تاني. اول مين؟ المركز الاول بقى مين اللي هيكسب معانا؟ محمود. عاش يا جماعه، برافو والله. عاش برافو يا بجد. شباب. عندنا مركز رابع ليسي، ليسي عشان ما تزعلش، وفي ملك في المركز يعني الخامس. عايزة اعرف يا ريت. الناس يعني يا قول. ريت بقى يا ريت الشباب دي تبعت لنا يعني، او يعني يبعتوا بقى اليو اكس صالون عشان نعرف نسجل المعلومه عندنا. انا هاخد سكرين شوت اهو منها عشان نعرف ممكن نبعتها. يريزوا هاند برضو ويخلوهم يبعتوا مسج هنا يعني. ممكن. يقولوا لنا هم مين. لو ينفع ان هم تديهم المايك. ريز هاند يا شباب التلاتة. التلاتة يعملوا ريز هاند فعلا. لو عايزين يتكلموا، يعني لو مش عايزين يتكلموا مش مهم. متهيألي يبقوا تمام مادام عملوا ريز هاند، فخلينا ندي permission. ماشي عشان ما نطولش. لو لا الخامس ليه برافو عليك يا الجنة. ليه برافو عليك يا مالك.
مش لازم كل حاجه ناخدها في الدنيا عادي. مش كل حاجه فلوس. هاي يا جماعة، ازيكم؟ اهلا. ازيك أنا هبه؟ مبسوطة قوي إن أنا سمعتكم النهاردة، والموضوع كان informative جدا واستفدت جدا جدا يعني، وبلس إن أنا فزت أول مرة أفوز في حاجة في حياتي. فيعني كده حاجة لطيفة قوي. طب كويس. طب وعندك اكونت يوكسل؟ لا. تمام، يبقى احنا ممكن نتواصل بقى معاكي مع من الشباب بتاعت يوكس سالون. اوكي ان شاء الله. انا حقيقي بشكركم جدا على السيشن دي، حقيقي استفدت كتير 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 قوي يعني بصراحه، فشكرا ربنا لكم جدا. يخليك يا محمود. شكرا يا تمام. شيخ. منى. ايوه انا برضو اول مره اكسب في حاجه، يعني دي حاجه جديده عليا بصراحه. الواحد مبسوط في حماس. شكرا جدا للتجربه بصراحه. لا تستاهلوها بصراحه، انا واضح ان انتوا كنتوا بتجاوبوا بسرعه جدا. لا كان ايه قاعدين كده مركزين جامد. طب وانتوا كام سنين خبره سريعا كده كل واحد؟ انا لسه سنه ونص. أنا ما اوكي. كملتش سنة تقريبا يعني، بس تمام. بذاكر ليل انا نهار almost بقى، يعني ليل نهار. almost 2 years almost سنتين. اوكي. قعدت طب سنتين. والله حلو، كول. لسه برضه حلو. يعني لو عايزين حاجه بقى هنبقى نتعامل مع بعضينا. بإذن for الله. sure. I think برضو يعني الكورسز بتاعت يوكسل هتبقى relevant بالنسبة لهم. ولو هم برضو مش يعني لو حد عنده subscription already وحابب حاجة تانية ممكن ندسكس مع بعض. بالظبط. طيب خلينا نشوف لما مش عارف بقى رنيم او ليسي هتاخدوا الكونتنت بتاعتهم ازاي، بس ممكن تاخدوا الكونتنت بتاعتهم ابارت. واحنا انا كان نفسي بصراحه نكمل Q&A ويبقى في حاجات تانية، بس انا لازم اقول ان انا بجد تعبت، فاحنا لازم نوقف السيشن هنا. احنا اسفين يا جماعة ان احنا we went over time يعني. احنا اسفين احنا طولنا عليكم جدا. اه الاسئله ما اعرفش يعني، احنا ممكن بقى نشوف اي سولوشن، ان انا عارف ان في اسئله كتيره جدا ما تجاوبش عليها، وفي اسئله بصراحه انا لسه عايز اجاوب عليها بس مش هينفع صراحه دلوقتي عشان الوقت. فممكن نشوف طريقه برضو مع يو اكس سالون التيم بتاعهم، لو ينفع مثلا الاسئله دي تبقى موجوده في حته، ويا اما نسجلها في فيديوهات بري ريكوردد، او نكلمكم في حاجه نبعت لكم رد في حاجه، بس عشان خاطر الناس كلها تحس برضو ان هي خدت الرد بتاعها. بس وبشكركم جدا 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 على كل الناس اللي حضرت، وبشكرك جدا جدا يا صفاء عشان يعني دي احد امتع السيشنز اللي عملتها في حياتي بصراحه. وبشكر ياك سالون برضو على الاستضافه الجميله والمسانده بصراحه في كل حاجه من حيث التنظيم والتجهيز وكل حاجه. شكرا يا رنيم، واحنا غلبناكي معانا برضه. لا خالص والله، بجد السيشن كانت جامده جدا يعني، ما اتخيلش ان احنا هنكسر 11 دي كده، قعدنا فوق ال3 ساعات. هو انا مش مصدقه الصراحه، بس يعني للامانه هو زي ما عمرو قال، هو الاسئله في اسئله كتير جدا هي محتاجه سيشنز لوحدها اصلا، وفي حاجات من التوبكس اللي احنا تطرقنا لها هي ممكن يعني احنا كان التشالنج احنا نجو ديب لحد فين. لحد فين؟ ايوه بالظبط. ايوه بس سوري يا جماعه ان احنا سهرناكم معانا، وسوري يا عمرو ان انت ما تعشتش لحد دلوقتي. ده انا هروح اكمل اكل في نفسي بقى، انت عارف خلاص السوبر ماركت كلها قفلت، انت مش عارف انا هتجنن دلوقتي. لو حد عايز يبعت اي حاجه احنا موجودين تقريبا برضو. انت موجوده على اي دي بي ليست يا صفصف صح؟ ايه ولا لا موجوده على اي دي بي ليست؟ لا ماشي، انا موجود على اي دي بي ليست، وفي ناس ممكن تبعت لي في لينكد ان وفي اماكن تانية. على لينكد ان واللينكد ان احنا افيلبل، بس اجان الناس اللي هتبعت بي مايندفul برضو ان احنا ممكن ما نعرفش نجاوب في ساعتها، يعني ممكن يبقى في رد متاخر لان احنا ممكن يبقى في مشغوليات وحاجات كده. بس بجد نشكركم كلكم ان حضرتوا، انا بجد مش مصدق ان كل الناس دي حضرت كل الوقت ده. بالظبط، يعني احنا حافظنا على عدد كبير للاخر لحظه، وده يدل ان السيشن جامده جدا يعني. اسئله الكويز يا جماعه هنبعتها لكم مع في UX سالون، ممكن نبوستها في الايفنت عشان تمام. الناس كتير عايز تعرف الاسئله بتاعت الكويز. في ميل بيتبعت فيه الريكورد، فممكن ابعت لهم لينك الاسئله مع لينك الريكورد لما يترفع على اليوتيوب ان شاء الله. 100 100. شكرا جدا الف مبروك لكم. للشباب اللي كسبت. ان شاء الله كسبوا، هنشوف كده نظبط مع بعض ازاي نوصل الدنيا ببعضها باذن الله. يا بجد شكرا جدا على مجهودكم، يعني السيشن كانت جامده جدا، والموضوع ما كانش يعني التايتل اللي يشوفه اللي هو مجرد جونيورز، لا الموضوع كان اكبر من كده، وده شيء طبعا كان متوقع جدا من حد بخبرتكم انتوا الاثنين. فاتمنى تبقوا انتوا كمان اتبسطتوا معانا في السيشن، وان
ان شاء الله. طبعا الحاجه اللي انا كنت هعملها بس مش مفيش وقت، في فورم الفيدباك هتتبعت، والفيدباك ده بنعرفه لصفاء وعمرو بعد ما انتوا ما بتملوه، فيا ريت اي حد عنده اي حاجه او يقولها. النبي او النبي بجد ما حدش ينساه، عشان بجد بيفرق معانا. ما تفتكروش ان هي عمليه كده اللي هو بروتوكول وخلاص، بجد بيفرق. بنعرف احنا This is- محتاجين نعمل ايه المره الجايه، محتاجين نركز على ايه. فهي الموضوع ده بجد عايزين نسمع فيدباك. خلاص يبقى ده highly recommended ان انتوا لازم تعملوا الفيدباك، وان شاء الله برضو هبعته لكم في الميل مع الريكورد. واحنا كده يا دوب نقول تصبحوا على خير، ولا في حد؟ تصبحوا على خير قوي. شكرا جدا لكل حاجة واحد. العشاء يا عمر أهم حاجة. باي باي. مع السلامه. باي رني، باي يا عمر. سلام. باي.